السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي في كل مكان، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب لعل وعسى يا رب تكون الأيام اللي فاتت في الامتحانات كلها بخير يا رب، اللهم آمين يا رب. إن شاء الله النهارده زي ما اتفقنا يا جماعة، زي ما قلت لكم إن شاء الله إحنا هنبدأ نراجع هنا المراجعة هنا أونلاين إن شاء الله، يعني إحنا هنشرح كل حاجة تقريبا سريعا كده بحيث إن أنت ما يبقاش بتذاكر كل حاجة من الأول تاني، يعني إحنا هنمرك بس على الحاجات المهمة اللي موجودة في المنهج، هنقول لك إيه الحاجات اللي موجودة في الفصل الأول، الحاجات اللي موجودة في الفصل الثاني، وهكذا في كل ليلة إن شاء الله من ليالي الامتحان. أتمنى من ربنا إن شاء الله إن ربنا يكرمنا جميعا، وقبل ما نشتغل ان شاء الله لازم تدعي ربنا كده انه يرزقك السداد والتوفيق ويرزقك الفهم، وما تشيلوش هم اي حاجه يا اولاد، والله الامتحان ان شاء الله يجي كويس ولذيذ. اهم حاجه بس تحط في بالك حاجه واحده بس، ان الامتحان ده مش اخر الدنيا، وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. هنبدا ان شاء الله النهارده كده بسم الله الرحمن الرحيم نراجع الفصل الاولاني. الفصل الاولاني بالنسبه لنا هو فصل بيتكلم على حاجه اسمها التيار الكهربي وقانون اوم. الفصل الاولاني كله في الاول والاخر بيلعب له 6 7 درجات. الغرض من الفصل الاولاني انك تعرف تتعامل مع بقيه الحاجات، زي مثلا زي مثلا انك تعرف تتعامل مع الفصل الثاني، تتعامل مع الفصل الثالث، فانت شغلتك الاهم انك تعرف تربط الفصل الاول بالفصل الثاني والثالث. احنا ان شاء الله هنراجع كل فصل بسرعه، وبعد كده ان شاء الله هنمسك كل الامتحانات او كل الاسئله اللي جت قبل كده في الامتحانات النماذج الاسترشاديه 25. كده كده انا هبقى معاك في قلب الحصه بنحل 26. هناخد الاسئله اللي جت في النماذج بتاعت السنين اللي فاتت كلها، بحيث ان انت تبقى لامم كل الاسئله وكل الافكار اللي ممكن تجي لك في الامتحان. توكلنا على الله، كوبايه الشاي الجميله بتاعتك يا معلم كده ويلا بينا نبدا بسم الله. اولا الفصل الاولاني زي ما قلت لكم هو بيتكلم على حاجه اسمها التيار الكهربي وقانون اوم، تمام كده يا اولاد؟ طيب الفصل الاولاني لو هنيجي نتكلم عليه سريعا كده، الفصل الاولاني بيتكلم على اول حاجه انك تكون عارف يعني ايه كلمه شده التيار. اولا شده التيار كان تعرفها هي كميه الشحنه الكهربائيه اللي بتمر في الموصل، فكميه الشحنه الكهربائيه دي اللي هي كان رمزها كيو. طب انا لما اجي اخش الامتحان ومحتاج ان انا اعرف التيار ده بيتعامل ازاي، التيار يا جماعه المفروض ان هو ليه بدل القانون، لو بصينا كده قدامنا ده 1 2 3 4 5 6 قوانين. طبعا مش دايما الست قوانين بيجوا، يعني مثلا في حاجات متداوله جدا زي مثلا زي القانون ده اللي هو ان الاي بتساوي في على ار. هتلاقيني كاتب لك هنا جنب الاي ان هي بتتقاس بحاجه اسمها الامبير او كولوم على الثانيه، وهي بتقاس او بتقيس حاجه اسمها في على ار، حيث الفي بالنسبه لي هي مين؟ في بالنسبه لي هي فرق الجهد. تمام. طيب بالنسبه لي كمان لو خدت بالك هنا في المعلومه اللي قدامك دي، ان انت خدت ان التيار بيساوي في على ار، وفي نفس الوقت لو خدت بالك التيار هنا بيساوي كيو على تي. لو انا جاي لي سؤال بمعلوميه كميه الشحنه الكهربيه، جاي لي سؤال تاني بمعلوميه السرعه، وده سؤال ما بيجيش كتير قوي يا جماعه، ان الاي بتساوي في في اي على 2 باي ار. الفي اللي هي السرعه اللي بيمشي بيها الالكترونات، طبعا الاي اللي هي شحنه الالكترون، الار هي نص قطر المدار اللي بيدور في مين؟ الالكترون. يعني مثلا الفكره هنا تبقى ماشيه ازاي؟ انك مثلا لو جالك سؤال وراح جايب لك مثلا الكترون، والالكترون ده بيدور في مسار دائري بالمنظر ده، تمام كده، وراح قايل لك هنا يا ولاد ان انت مثلا على سبيل المثال في الكترون هيلف من هنا. الالكترون ده عشان يلف لازم يعدي في حاجه اسمها مسار او نص قطر. نص قطر ده اللي بالنسبه لي هو اسمه ار. فبالنسبه لي الار ده اللي هو زي ما انتم شايفين كده. طيب يعني انا لو خدت بالي كمان ده الالكترون بتاعنا بيبقى هنا كده، تمام، وهيقعد يلف في مسار دائري زي ما انتم شايفين بالمنظر اللي قدامنا ده كده. عشان يلف في المنظر اللي قدامنا ده ساعتها هنجيب له التيار، ان التيار بيساوي يا ولاد؟ زي ما انتم شايفين بيساوي في اي على 2 باي ار، تمام كده. عندك قانون تاني وده متداول جدا، اللي هو الاي بتساوي ان في اي على التي، تمام كده. طيب الان دي اللي هي مين؟ عدد الالكترونات طبعا. وممكن يجي لك سؤال بمعلوميه الكثافه، هو عباره عن في رو في اي في اي، وده قانون جديد انت ما شفتوش قبل كده، وغالبا القوانين اللي زي دي بتبقى مستخبيه انها رابطه من سنه ثانيه وسنه ثالثه، فيعني مش هتلاقي جايه كتير قوي. اما الاي ممكن تساوي ان داش في اي. الان دي اللي هي اسمها معدل الشحنات، اللي هي بمعنى اصح مين؟ ان على التي. يعني كده ممكن نقول ان الان داش دي هي بالنسبه لي عباره عن مين؟ هي عباره عن ان على التي، تمام كده. تمام يا مستر. بعد كده عندك قانون تاني لو انت عايز تجاوب معلومات التردد، الاي كانت بتساوي مين؟ كيو في اف. الكيو دي اللي هي مين؟ كميه الشحنه الكهربيه. الاف اللي هو مين؟ التردد. طيب بعد كده يا بابا هتلاقي نفسك هو غالبا الفصل اللي تشوف شده يكون عايز منك شده تيار ومفيش عندك دايره مغلقه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو انت عندك دايره مفتوحه وطلب منك التيار، فاكيد التيار قيمته بصفر، يبقى انت عشان تجيب شده التيار لازم تكون الدايره مالها؟ مغلقه. طيب انت الفصل الاولاني بيتكلم على 3 حاجات اساسيين، الاي والار والفي. الاي وعرفناها، الار هي المقاومه الكهربيه، والمقاومه الكهربيه لها قوانين زي ما انت شايف. ايه القوانين بتاعتها بقى؟ ار بتساوي في على اي، وده اهم قانون فيهم، لان الفي هي فرق الجهد والاي هي شده التيار. وبرده لازم تبقى واخد بالك ان هي بتتقاس بحاجه اسمها الاوم، او بتتقاس بحاجه اسمها فولت على امبير، تمام. الار بتساوي رو اف ال على
ولازم تخلي بالك من معلومه اهم. ايه هي بقى؟ ان المقاومه اصلا المفروض ان هي بتتوقف على 4 حاجات، اللي هم مين؟ اللي هم المساحه، والال اللي هو طول الموصل، ونوع الماده، ودرجه الحراره طبعا. يبقى انا الار بتقف على دول بس. طب انا جيت اقول لك في الامتحان زاد فرق الجهد للضعف، المقاومه ثابته، زاد التيار للضعف برضو المقاومه ثابته، ولكن في حاجات ثانيه بيتوقف عليها مين؟ نوع الماده ودرجه الحراره بس، زي المقاومه النوعيه والتوصيلات الكهربائيه، وجاي لنا كمان شويه. لكن دلوقتي الار بتساوي في على اي، او بتساوي رو اي في ال على ايه، او بتساوي بمعلوميه الكتله، وده جه كتير، هو بمعلوميه الكثافه جه قبل كده كتير، وكان موجود في الامتحانات الاستشهاديه بتاعت السنين اللي فاتت. فالار عندك هنا بتساوي رو اي في ام على رو في ايه تربيع. طبعا الرو اي اللي هي المقاومه النوعيه اللي هي بتتوقف على نوع الماده ودرجه الحراره، وهي عكس التوصيليه الكهربائيه. وخلي بالك عشان هو جابها لك في النموذج الاسترشادي بتاع السنه دي 3 4 مرات، والنماذج الاسترشاديه بتاع السنه اللي فاتت برده نفس الكلام 3 4 مرات. طيب، وبالنسبه لي كمان لازم تبقى عارف ان السلك نفسه اللي احنا بنشتغل بيه حجم السلك عباره عن ايه في ال، عشان احيانا ممكن يجيب لك السؤال بمعلومه مين؟ الاي والال. ده بالنسبه للاساسيات بتاعه الفصل، الاي الار. ناقصك مين يا سيدي؟ ناقصني يا مستر الفي بتساوي اي في ار، يا اما بتساوي دبليو على كيو. طبعا الفي لها قصه ولها قراءه فولتمترات ولها حاجات كتير قوي هتجيلك، بس ايه كمان شويه. طيب سيبك انت من الفي بتساوي ايه والكلام ده كله، قراءه الفولتمتر دي هي اهم حاجه في الفصل الاولاني كله اول عن اخر. لازم يجي لك سؤال في ليله الامتحان او يجي لك سؤال في الامتحان بيتكلم على قراءه الفولتمتر. قراءه الفولتمتر بتحط على اماكن كتير جدا، فانت لازم تبقى خلي بالك ان الفولتمتر ده على حسب مكانه وعلى حسب ما هيدي لك قانون. تمام. يبقى الفي بتساوي دلوقتي اي في ار، وده القانون الاعم والاشمل اللي غالبا بنحل بيه 3/4 الاسئله الموجوده في الفصل الاولاني. والفي بتساوي دبليو على كيو، ده لو جاب لك سؤال بمعلومات الطاقه او الشغل على كميه مين؟ كميه الشحنه الكهربائيه. طيب عندك بقى حاجه اسمها المقارنه بين مقاومتين. يعني ايه؟ بص يا سيدي، المفروض ان الار في العادي بتساوي مين؟ رو اي في ال على ايه. طب لو انا حبيت اجيب لك الار 1 على ار 2 على حسب القانون، لو عايز سؤال بمعلوميه المساحه يبقى القانون زي ما انت شايفه كده، رو اي في ال على ايه، رو اي في ال على ايه. طب لو قال لي الراجل في قلب السؤال ان السؤال في المطلق هو من نفس النوع، غالبا ساعتها الرؤيه دي بتروح مع الرؤيه دي وتكمل مسالتك. نفس الكلام لو جالك سؤال بمعلوميه، يبقى ده بمعلوميه المساحه، ده بمعلوميه نص القطر. وبالنسبه لي هنا ساعتها برضو لو قال لك من نفس النوع، رؤيه واحده هتروح مع مين؟ مع رؤيه 2. كلام جميل. الار ممكن تساوي قوانين ثانيه بمعلوميه الكتله، بمعلوميه الكثافه، وهكذا. طبعا لو قال لك الراجل من نفس الماده، انا عامل لك هنا العلامه قدامك اهو عشان تبقى واخد بالك ان الرؤيه هتروح مع بعضها والرو هتروح مع بعضها. ليه بقى؟ لان الرؤي والرو دي خواص مميزه للماده. يعني ايه؟ يعني انت عندك ماده، والماده بتاعتك دي قال لك من النحاس، وماده ثانيه من النحاس، اذا الكثافه والمقاومه النوعيه والتوصيلات الكهربائيه على طول الثلاث حاجات دول ايه؟ ثابتين. طيب بعد كده لو خدت بالك بعد كده بقى هنروح لمين؟ هنروح لو انا جاي لي مقارنه بين مقاومتين تانيين بس بمعلوميه الكتله مع المساحه مش مع الطول، فغالبا برضو هيبقى معاك القانون اللي هيبقى قدامك ده، اللي ار 1 على ار 2 بتساوي رو اي في رو في ايه في ام. ساعتها قال لك من نفس الماده زي ما كاتب لك كده عندك اهو، لو هما من نفس الماده ساعتها الرو اي والرو اي والرو كله هيروح مع بعض. كلام جميل. انا كاتب لك لو خدت بالك جنب كل، انت دي قوانين المقاومه اللي احنا واخدينها من شويه، فانا كاتب لك الاربع او الخمس قوانين بتوعك جنبهم. ليه بقى؟ عشان لو انا مثلا جالي سؤال بمعلوميه، عايز اجيب لك زي السؤال اللي موجود في الاسترشادي الاولاني او الاسترشادي 2026، جايب لك علاقه وعايزك تجيب له الرو اي، ساعتها انت ممكن تجيب رو اي 1 على رو 2، وساعتها ار 1 اي 1 ال 1 وهكذا بقى. ممكن تلعب نفس اللعبه، تشيل المساحه وتحط مكانها مين؟ ار تربيع. كلام جميل. طيب بعد كده يا اولاد ممكن يجيب لك العلاقه بتاعت السيجما. انت لو جبت رو اي 1 على رو 2 ممكن تجيب السيجما 1 على سيجما 2، ودي موجوده في النماذج الاسترشاديه. لما هنيجي نحل كمان شويه كل ده هيفهم، او كل ده هيتفهم معانا ان شاء الله. زي ما انا قلت لك دلوقتي، لو السلكين من نفس الماده بيكون لهم نفس ايه يا اولاد؟ نفس الرو اي، زي ما قلنا كده نفس الرو اي والسيجما ومين؟ والمقاومه النوعيه او اللي هو الكثافه كمان. طيب نيجي بقى لاهم جزء اللي هو بتاع اذا اعيد تشكيل سلك عموما. لما السلك يا جماعه بيتشكل المفروض ان هو بيقول لك ايه؟ إذا أعيد تشكيل سلك بحيث يتغير كل من طوله ومساحة مقطعه. أنت عندك 3 حالات ممكن يجي لك فيهم إعادة تشكيل، ودي موجودة برضه في الامتحان الأولاني وموجودة في الامتحان الثاني ومتكررة كتير قوي السنة دي على عكس العادي. فكده المعلومة بتاعت إعادة التشكيل دي معلومة في غاية الأهمية، يبقى لازم نتك عليها كده واحنا بنذاكر عشان لو جات لنا في الامتحان. لو الراجل جالك إعادة تشكيل على حسب هو قال لك إيه اللي اتغير، يعني مثلا لو الراجل في الامتحان قال لك سيرة الطول، ساعتها بيكون القانون ان الار بتتناسب تناسب طردي مع ال تربيع. تمام كده؟
لو جاب لك بمعلوميه المساحه ساعتها بيكون الار بتتناسب تناسب عكسي مع الاي تربيع. لو جاب لك بقى بمعلوميه نص القطر ساعتها بتبقى الار بتتناسب تناسبا عكسيا مع الار اس 4 اللي هو مين؟ نص القطر بتاع حضرتك. تمام كده؟ ماشي. انا هنا يا بابا لو خدت بالك كاتب لك هنا لو جالك سؤال في عقده تشكيله سلك، انت حضرتك بتشتغل بالقانون ده لو جالك طول، بتشتغل بالقانون ده لو جالك مساحه، بتشتغل بالقانون ده لو جالك ايه؟ نص قطر. دي اهم نقطه، ولازم تبقى عارف الحاله الاولانيه دايما كل حاجه بواحد، يعني الار بار، ال بال، الاي بايه. الحاله الثانيه بقى انت بتشوف قال لك سحب سلك فزاد طوله للضعف، فطالما قال لك زياده طوله للضعف يبقى معنى كده ان الطول الثاني بقى 2 ال، يبقى ساعتها الار تتناسب مع 2 ال لكل تربيع، يبقى المقاومه زادت الى 4 امثله وهكذا. طيب نبص على الجزئيه اللي بعدها بتقول ايه بقى؟ الجزئيه اللي بعدها بيقول لك احنا هنا خلصنا كده الدرس الاولاني. الدرس الثاني بيتكلم على توصيل مقاومات. توصيل المقاومات انت عارف ان هم نوعين، يا توالي يا توازي. وطبعا احنا في ليله امتحان فاكيد مش لسه هنشرح من الاول التوالي شكله ايه والتوازي شكله ايه، انت عديت على الكلام ده كله. فالتوالي شكله معروف والتوازي شكله معروف. التوالي بالنسبه لي مقاومتين جنب بعضهم تحت بعضهم وهكذا. يعني مثلا لو انا جبت لك مثلا مقاومتين زي دول كده، دول اسمه مقاومه زي مقاومه ثانيه، ادا ار 1 ادا ار 2، فالمفروض ان ار 1 وار 2 دول يبقوا ايه؟ توالي. لو حطيتهم تحت بعض بالمنظر ده كده يعني، فساعتها دي ار 1 دي ار 2 ودول متوصلين مع بعض على ايه؟ على التوازي. طيب نخش هنا بقى، عندك لو المقاومات متساويه هم متوصلين توالي تبقى واحده على عددهم. طيب لو انا خدت بالي هنا كمان عند توصيل المقاومات على التوازي لو هي غير متساويه بنقول 1 على ار توتال بتساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3. القانون الثاني انك انت يعني ايه؟ تعمل لها اس، تاخد ار وهكذا. طبعا ده القانون ده يعني احنا ما بنستخدموش اصلا، احنا غالبا بنستخدم ده دايما، وبنستخدم ده دايما اللي هم مقاومتين متوصلين على التوازي. مقاومتين طبعا حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. اما بقى في معلومه مهمه جدا ودي جه عليها اسئله كتير برضو في الاسترشاد السنه دي، اللي هي مين؟ القدره الكهربيه. القدره الكهربيه يا جماعه قانونها في العادي اي تربيع في ار، في تربيع على ار، في في اي، في كيو. طبعا كان انا شلت الاي من هنا وحطيت مكانها مين؟ كيو على تي، وهنا كانها دبليو على تي وطاقه على مين؟ على زمن. انت ممكن يجي لك سؤال نسبه، وسؤال النسبه في الحاله دي هيعمل ايه؟ ساعتها السؤال النسبه انت هتشتغل على حسب انت معاك كام سلك، ممكن يجي لك نسبه سلكين، ممكن يجيب لك نسبه 3 اسلاك، وده موجود برضو في استرشادي 25 واسترشادي 26. هنقول له ساعتها باور 1 الى باور 2 الى باور 3، وعلى حسب المعطيات الموجوده في المساله بنختار القانون المناسب ونحل بيه. طيب نيجي للجزئيه اللي بعد كده وهي بتتكلم على ايه؟ بتتكلم يا سيدي على حاجه اسمها المقارنه زي ما قلت لك. طيب بص هنا خدت بالك ان عند المقارنه بين دائرتين اللي هما نفس المصدر، يعني الفي بي ثابته، ساعتها الباور اصلا بتساوي في تربيع على ار، فكانك ثبتت الفي، فلما ثبتت الفي بقت الباور بتساوي ايه؟ باور 1 على باور 2 بتساوي ار 2 على ار 1. زي ما قلت لك من شويه انت ممكن يجي لك القصه بتاعت مين؟ انك انت عايز تجيب علاقه ما بين الباور، وده كله الاسئله بتاعت او القوانين بتاعت الباور زي ما انت شايف. ساعتها الباور بتساوي في تربيع ان في ار لو كان التوصيل توازي، ده هم طبعا ايه؟ المقاومات دي متساويه طبعا. طيب لو عايز تجيب بقى مقارنه مستهلكه بين مقاومتين، واحده توالي واحده توازي، ودي هيها فكره الاضاءه بالظبط. يعني ايه بقى فكره الاضاءه يا مستر؟ بص يا حبيبي، انا ممكن ادي لك لمبتين متوصلين توالي ولمبتين تانيين متوصلين توازي، ساعتها اقول لك تقدر تقول لي اضاءه مين اكبر من مين؟ فساعتها انت ما قدامكش غير حل واحد بس، اللي هو انك هتشتغل بان الباور بتساوي في تربيع على ار، والبطاريه هي نفس البطاريه هنا، فساعتها الفي بتروح مع الفي، فساعتها هتبقى لك مين؟ ان باور 1 على باور 2 بتساوي ار 2 على ار 1 وهكذا. طيب خلي بالك من الحته دي، ده لو هما توازي. طب لو هما توالي هنطير الاي مع الاي، فساعتها الار 1 على ار 2 زي ما انتم شايفين بتبقى العلاقه هنا علاقه عكسيه، وعلاقه هنا علاقه ايه؟ طرديه. كلام جميل. لكن بقى لو انا قارنت لك الدايرتين ببعض، يعني لو انا معايا لمبتين متوصلين توالي وعايز اعرف اضاءه مين اكبر من اضاءه مين، ساعتها في الحاله دي الحاجه اللي احنا متاكدين منها كلها ان انت هتقول له ان الباور بتساوي اي تربيع في ار، الاي ثابته، فالباور تتناسب تناسب طردي مع الار، يعني ان مقاومته كبيره اضاءته كبيره. طيب لو انا بقى جبتهم لك توازي، ساعتها الحاجه الوحيده اللي ثابته فرق الجهد، فساعتها الباور هتساوي في تربيع على ار، ولما تساوي في تربيع على ار ده معناته ايه؟ ان الفي ساعتها هتكون مالها ثابته، بقت الباور والار علاقه ايه؟ عكسيه. زي ما انا عامل لك هنا لو خدت بالك هتلاقي هنا ايه؟ هتلاقي هنا بص ان انا مثبت لك هنا الفي ومثبت لك هنا مين؟ الار، او مثبت لك هنا الاي. كلام جميل. بعد كده يا بابا بيقول لك اهو لسه بكلمك على موضوع الاضاءه، قال لك لو الاثنين توالي ساعتها الباور تتناسب تناسب طردي مع مين؟ مع الار.
طب لو هم متوصلين توازي ساعتها الباور تتناسب تناسب عكسي مع مين؟ مع الار. اول ما تشوف دايره كهربيه فيها بطاريه فكر تحسب شده التيار عن طريق قانون اوم للدايره المغلقه. طبعا ده اساسيات وبديهيات. بمعنى انت كده كده عارف ان القانون الاولاني اللي احنا لسه واخدينه من شويه اللي هو اي بتساوي في على ار او في بي على ار، ده بيتم في عدم وجود مقاومه داخليه. 90% من الاسئله اللي بتيجي في الامتحان لازم يدي لك المقاومه الداخليه دي. المقاومه الداخليه دي المقاومه اللي موجوده جوه البطاريه اللي بتستهلك جزء منين؟ من الطاقه اللي طالعه منها. حضرتك القانون بتاعك اي بتساوي في بي على ار كابيتال زائد ار سمول، وطبعا الار دي اللي بيسموها ار داش اللي هي المقاومه الكليه الخارجيه اسمها المقاومه المكافئه. يعني لو انا طلبت منك في الامتحان المقاومه المكافئه تجيب لي المقاومه الخارجيه، طلبت منك في الامتحان المقاومه الكليه تجيب لي الار توتال زائد ار سمول. مفهومه؟ طيب ده قانون اوم للدايره المغلقه. لو قال لك عايز تجيب التيار اللي هتوزعه، طبعا احنا كان عندنا القانون بتاع تجزئه التيار اللي احنا كلنا عارفينه ان الاي بتساوي اي اللي داخل الجزء في ار بتاعه التوازي على ار بتاعه الفرع، بس انا هنا مختصرهم لك زي ما انت شايف. طبعا انا القانون ده انت مش هتفهمه كويس قوي، بس انا هقول لك ده معناته ايه. انت لو عايز تجيب تيار اي فرع اقسم فرق الجهد لو هم توازي، طبعا لو انت واخد بالك زي ده كده فرق الجهد على المقاومه ده طبيعي، فهو فرق الجهد الكلي عباره عن اي الكلي في ار الكلي على المقاومه بتاعت الايه اللي انت عايز تجيبه ده. ليه؟ لان كده كده فرق الجهد ثابت. اما القانون المتاح اللي احنا المفروض نحل بيه في كل حاجه هو القانون بتاع تجزئه مين؟ التيار اللي هو اي فرع بتساوي اي اللي داخل الجزء في ار التوازي. طيب نيجي بقى للحته بتاعت قراءه الفولتميتر، ودي مهمه جدا. الفولتميتر ليه يا اولاد 3 اشكال اساسيين. الاول يا اما فولتميتر بيركب على مقاومه وده قانونه اي في ار وده موضوع بديهي، يا اما الفولتميتر بتاع حضرتك بيركب على بطاريه ولها مقاومه داخليه، فساعتها الفي بتساوي في بي ناقص اي في ار. بص كده، ده لو انا معايا في راكب على بطاريه، ده لو معايا في راكب على ايه؟ على مقاومه. طب الراجل ادالك رسمه زي دي كده ودي متاحه جدا وهنشوفها واحنا بنحل كمان شويه، ان الفي بي لها مقاومه داخليه وفي جنبها ار. بص بقى انا كان عندي جمله شهيره كده بنقولها واحنا شغالين اللي هي ايه؟ حضرتك بتاخد المقاومه اللي بره تعاملها نفس معامله المقاومه الداخليه. يعني ايه؟ انت كنت قلت هنا ان الفي بتساوي ايه؟ في بي ناقص اي في ار. طب ما تاخد الار دي كمان جوه بقت في بي ناقص اي افتح قوس ار زائد ار. اللي اهم من ده كله ان ساعتها لما كنا بنشتغل بنقول ان مثلا ان في العلاقه دي واضح جدا ان الفي والاي علاقه ايه؟ طردي، يعني لو التيار زاد فارق جهدي كمان يزيد زيه. طيب لو انا هنا التيار زاد فارق جهدي يقل عشان في علاقه ايه؟ او في هنا علاقه عكسيه بسبب السالب ده. نفس الكلام هنا لو التيار زاد فارق جهدي ماله؟ يقل على طول. كلام جميل. طيب نخش بقى في الجزء بتاع التفريغ والشحن. في نوعين من انواع البطاريات. بطاريه كبيره طبعا انت عندك الاول نوعين من انواع التوصيل، يا اما توصيل امامي وساعتها البطاريه بتخرج التيار والبطاريه الثانيه بتخرج التيار في نفس الاتجاه، يعني التيارين بيجروا ورا بعض زي ما انت شايف كده. فساعتها التيار لما يخرج والتيار الثاني كمان يخرج الاثنين يجروا ورا بعض، فساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها التيار يزيد، فساعتها كنا نقول ان الاي بتساوي في بي الاولانيه زائد في بي الثانيه على مجموع المقاومات الموجوده في الدايره. خلاص كده؟ طب لو هما الاثنين عكس بعض ساعتها بتقول له في بي الكبيره ناقص في بي الصغيره على مجموع المقاومات الموجوده في الدايره. كلام جميل. طيب تعالى بقى نفترض ان احنا عندنا بطاريتين وعكس بعض زي دول كده، بطاريه رايحه كده وبطاريه رايحه كده. طب التيار في العادي بيخرج من القطب الموجب فالمفروض ان التيار يخرج كده، بس البطاريه الثانيه هتخرج تيار في عكس الاتجاه كده. طب انا امشي مع ده ولا ده؟ فالراجل قال لك لو افترضنا ان في بي 1 اكبر من في بي 2، يعني في بي 1 ده اكبر من في بي 2، ساعتها بقى اللي يحصل لو في بي 1 اكبر من في بي 2 ساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها نقوم قايلين ان في بي 1 دي بطاريه في حاله تفريغ والفي بي 2 بالنسبه لي بطاريه في حاله ايه؟ شحن. طيب انا كتبت لك هنا لو هي تفريغ بتبقى عامله ازاي، لو هي شحن بتبقى عامله ازاي. طيب اللي اهم من ده كله بقى يا جماعه ان ده سؤال ما جاش بقاله كتير قوي، هو كفاءه البطاريه. كفاءه البطاريه دايما بتساوي ايه؟ يعني انا مثلا لو عايز اعرف عندي دايره كهربيه بسيطه خالص بالمنظر ده، حته بطاريه وحته مقاومه بالمنظر ده، ده مكتوب عليه في بي وار وهنا ار ده خارجيه كده. انا عايز اعرف الكفاءه بتاعت البطاريه دي. المفروض يا جماعه ان البطاريه دي بتطلع جهد، الجهد اللي هي بتطلعه بتصرف بيه على حاجتين اللي هما مين؟ اللي بره واللي جوه. لو عايز تعرف كفاءه البطاريه تقسم الجهد اللي انت خرجته على الجهد بتاع البطاريه نفسه. بمعنى حضرتك ساعتها هتبقى معاك اي كليه، لو ضربنا الاي الكليه في الار يطلع لك في كلي، في كلي على في بي يطلع لك مين؟
الكفاءه بتاعتك زي ما انت شايف، يبقى الفقد الجزء اللي اتبقى من الكفاءه. يعني لو الكفاءه طلعت 80% يبقى الفقد 20%، وهكذا. طيب بعد كده لازم تخلي بالك ان انت عندك 3 حالات لفرق الجهد. فرق الجهد ممكن يبقى اكبر من الفي بي لو البطاريه في حاله شحن زي ما قلت لك، ساعتها التيار بيبقى داخل البطاريه، فالبطاريه دلوقتي بتتشحن بتتغذى يعني. اما لو البطاريه الثانيه اقل من الفي بي ساعتها بتكون في حاله تفريغ، يعني البطاريه اللي بتصرف. طب امتى تساوي الفي بي؟ قلت لك يا اما الار الداخليه تكون بصفر يا اما التيار بيساوي صفر. طيب خليني بالك بقى يا بابا كده من شويه العلاقات البيانيه اللي قدامك دول عشان في غايه الاهميه. لو انا رسمت لك رسمه زي دي كده، ده معناته ان دي بطاريه، رسمه زي اللي قدامك دي كده، دي بطاريه في حاله تفريغ. عرفت منين يا مستر؟ ما هو فرق الجهد قدامك بيقل اهو. طيب لو انا رسمت لك رسمه زي دي يبقى في حاله ايه؟ شحن. اما دي بطاريه او فولتميتر راكب على ايه؟ على مقاومه. يبقى الرسمه دي طبعا الجزء انا كاتب لك اهو، الجزء المقطوع من محور الصادات اسمه في بي. نفس الكلام هنا الميل عباره عن سالب ار، هنا الميل عباره عن موجب ار. تمام؟ تخلي بالك من الحاجات الصغيره دي يا بيه عشان ما تقعش فيها. الرسمه الاولانيه دي تاني، الرسمه الاولانيه دي بالنسبه لي دي عشان انت كنت في حاله تفريغ، الرسمه الثانيه دي عشان انت كنت في حاله شحن، الرسمه الثالثه دي لو انت مركب فرق جهد على مقاومه. طيب عندك بقى الحته بتاعت الريوستات، ولازم يبقى عندك ثوابت كده وانت بتشتغل، اللي هي اي مقاومه متغيره بتزيد على طول المقاومه الكليه بتاعتك هي كمان بتزيد. فلو المقاومه الكليه زادت التيار اوتوماتيك يقل، بس اي تيار؟ التيار الكلي. تمام كده؟ دي ثوابت يا استاذ. الحاجات دي كلها كده اهو ثوابت. يعني انا لو جيت لك في مره من المرات وجبت لك رسمه زي دي كده، عند وضع الزارق عند بدايه الريوستات تحسب ضمن مقاومات الدائره الكهربائيه. لو انا قلت لك مثلا المقاومه دي زادت، مقاومه زادت، فالتيار ساعتها يقل. تاكد 100% ان اسالك على حاجه من اللي قبلهم دول، قراءه فولتميتر، قراءه اميتر، حاجه من الشكل اللي قدامك ده. تمام كده؟ طيب نبص على الجزئيه اللي بعدها وبتتكلم على ايه. بص بقى، انا وارد جدا اجيب لك مقاومتين متصلين على ايه؟ على التوالي. فبيقول لك هنا ايه؟ عند وصول او عند وجود مقاومتين متصلتين على التوالي فان التيار يتجزأ بنسب، زي اي 1 على اي 2 بتساوي ار 2 على ار 1، وانت ممكن تفك لي الار بالقوانين القديمه. ماشي. خليني بالك بقى من الجزئيه اللي جايه دي. لو انا مثلا جايب لك سؤال في الامتحان وهو جايب 3 بطاريات يا اما فوق بعض يا اما جنب بعض، وده يعني ما بيجيش كتير. لو بصيت عندك في الرسمه الاولانيه دي، الاثنين دول زي ما قلت لك من شويه بطاريتين في حاله توصيل امامي، وطالما هما الاثنين في حاله توصيل امامي يا محترم، لو خدت بالك كده يا استاذ هتلاقي ان البطاريتين دول بيخرجوا تيار في هذا الاتجاه، الاثنين رايحين كده. طيب لو انا بقى لقيت بطاريتين زي دول كده، انا لو خدت بالي هلاقي ان مثلا البطاريه دي والبطاريه دي ممشيين التيار في نفس الاتجاه. طب انا اعمل ساعتها يا مستر اجمع دي واجمع دي، يعني اجمع دي على دي، واللي يطلع اطرحهم من الثالثه اللي هي هيبقى شكلها عامل كده اللي هي دي. تمام كده؟ يبقى انا اقول له دي زائد دي ناقص دي. كتبت لك هنا تحت اهو لو خدت بالك ان ساعتها الفي بي داش كلهم هتساوي في بي 1 زائد في بي 3 ناقص في بي 2. نيجي بقى للمهم، حضرتك دول متوصلين توازي، ولو خدنا بالنا اكتر هنلاقي ان التيار خارج من الثلاثه في نفس الاتجاه. ده معناته ان الثلاثه مطلعين في بي واحده بس. ليه؟ لان كلهم متوصلين توازي ففرق الجهد ثابت طبعا. تمام كده؟ نيجي بقى للحته بتاعت اضاءه المصابيح اللي ناس كتير بتتكلم فيها. لما يجي يقول لك ماذا يحدث لاضاءه المصباح عند غلق المفتاح وعند فتح المفتاح. بص يا حبيبي، اي سؤال من نوعيه عند غلق وعند فتح لازم في الاول تجيب قبل وبعد كده بعد. يعني مثلا لما يجي يقول لك ايه، لا مساله زي دي كده، حضرتك خد بالك عشان في حاجه في غايه الاهميه. انا مثلا، وده سؤال موجود في الاسترشاد الاولاني، لو انت خدت بالك هنا انا حاطط لك المقاومه الداخليه هنا بصفر، دي اهم نقطه في السؤال. حضرتك كده فرق الجهد هنا هو نفس فرق الجهد هنا ونفس فرق الجهد هنا، يعني فرق الجهد على الثلاث افرع متساوي لانهم متوصلين على التوازي. طيب لو انا قلت قبل ما اقفل المفتاح، فالار عباره عن ار واحده بس زي ما انا كاتبها لك كده، والاي هتساوي في بي على ار، فساعتها الاي اللي معديه في اكس بصفر، فدي اضاءتها بصفر ودي منوره. طب بعد الغلق المقاومه بقت بنص ار، بس خد بالك في نفس الوقت ان التيار زاد للضعف. ليه؟
لو خدنا بالنا هنا المقاومه كانت ار، هنا المقاومه بقت بكام؟ نص ار، فالمقاومه لما تقل للنص التيار يزيد للضعف. بس انت نسيت نقطه مهمه يا مستر، التيار لما يزيد للضعف لسه هيتجزأ على كام فرع؟ فرعين. فالمقاومه دي هتاخد تيار قد دي بالظبط، فلو خدت بالك هتلاقي التيار بعد التوزيع هو نفس اللي كان في الاول، فساعتها الاضاءه مالها لا تتغير. طيب بص لي بقى للجزئيه اللي بعدها دي كده يا بابا عشان تفهم اللي انا بقوله ده. لما يسالك عن قراءه الفولتميتر لازم الاول تشوف متوصل على ايه، لسه قايل لك من شويه، يا اما بطاريه، يا اما يعني يا اما مقاومه عفوا، يا اما بطاريه، يا اما بطاريه ولها مقاومه داخليه، واهم حاجه يكون التيار خارج منها. طب انا هعرف منين؟ بص يا حبيبي، لو دايره كهربيه فيها بطاريه واحده بس فتاكد 100% ان هذه البطاريه في حاله تفريغ. خلاص؟ طب لو انا جبت لك بطاريتين، في واحده منهم ممكن تبقى شحن وواحده ممكن تبقى تفريغ، بس في نقطه. ايه النقطه المهمه بقى يا مستر هنا؟ اقول لك يا سيدي، المفروض ان انت لو هما بطاريتين امامي، وخد بالك من كلامي، امامي لسه لنا من شويه، يعني ايه امامي؟ يعني الطيارين بيجروا ورا بعض، ساعتها ان الاثنين في حاله تفريغ. طب لو في بطاريه كبيره وبطاريه صغيره، ساعتها اوتوماتيك من غير لف ودوران في واحده شحن وواحده تفريغ. مين التفريغ؟ الكبيره. ومين الشحن؟ الصغيره. فهو هنا راسم لك رسمه كمان بيقول لك ايه، ان لو الفي ركبت على بطاريه بس التيار مش خارج منها، هو الطبيعي ان التيار يخرج منين؟ يخرج من هنا. طب انا مخرجه من السايبه دي بطاريه في حاله ايه؟ اوتوماتيك شحن على طول. حلو كده؟ طيب دي بقى اللي لسه قايل لك من شويه، ان ساعتها انت بتعامل المقاومه اللي بره نفس معامله المقاومات الداخليه. اهم نقطه، العلاقه هنا كانت ايه؟ طردي. العلاقه هنا كانت ايه؟ ثابته. يعني قراءه الفولتميتر ثابته مهما اتغير التيار. طب هنا قراءه الفولتميتر هتتناسب تناسب عكسي مع التيار. طب هنا قراءه الفولتميتر تتناسب تناسب طردي عشان الزائد الحلو ده. هنا الفي بي هتبقى ناقص اي في ار زائد ار، وبناء عليه ان الفولتميتر ده هيقرا ايه يا اولاد؟ في بي ناقص اي افتح قوس ار زائد ار، والعلاقه برضو علاقه ايه؟ عكسيه. تمام كلامك جميل؟ كلامك جميل يا مستر. نيجي بقى للمعلومه اللي هي شبه الريوستات. الفولتميتر بتحط في مكانين وما تقدرش تحكم عليهم. لو الفولتميتر ركب على مقاومه متغيره او ركب على مقاومه عليها مفتاح. طب يا مستر مش ده اللي انت بتقوله؟ ما هو ده بقى الحاله اللي فيها الفولتميتر بيساوي صفر. الفولتميتر بيساوي صفر ليه؟ اصلا مش واصله تيار، فلما احط لك المفتاح جنب الفولتميتر تاكد 100% يا محترم ان ساعتها ان الفولتميتر ده هيقرا صفر. طيب لو خدنا بالنا بقى من اللي جايه دي، ان لو انا حطيت لك الفولتميتر بالمنظر ده، فولتميتر راكب على مقاومه غير اوتوماتيك، زي ما قلت لك لما يتوصل على الريوستات لازم انقل الفولتميتر ونشوفه منين؟ متوصل الناحيه الثانيه. تاخد الفولتميتر كده وتشعلقه الناحيه الثانيه زي ما انت شايف بالمنظر ده كده. ساعتها هتبص على الفولتميتر بتاعك تلاقيه بيبص على ايه؟ هتلاقي هنا بيبص على ايه يا اولاد؟ على بطاريه ولها مقاومه داخليه، فساعتها الفي هتساوي في بي ناقص اي في ار، والعلاقه علاقه عكسيه. طيب نيجي بقى لاخر جزء في الباب الاولاني وهو قانون كيرشوف الاول. قانون كيرشوف الاول المفروض انه بيقول ان هو سيجما التيارات الداخله بتساوي سيجما التيارات الخارجه، وده قانون بنسميه قانون حفظ الشحنه. يعني مجموع اللي داخل بيساوي مجموع اللي خارج، وده سؤال سهل جدا وده هنشوفه كمان شويه احنا بنحل ان شاء الله. طيب اما قانون كيرشوف الثاني وده اللي كان ليه قصه كبيره. حضرتك انت على سبيل المثال لو جاي لك مسار مغلق، والمسار المغلق ده هنفترض ان شكله عامل كده. عندي بطاريه ومقاومه، انا بكلمك على ابسط حالات كيرشوف، وعندك مقاومه كده، ورحت قايل لك مثلا دي 5 ودي 3، وهنا مثلا 10 فولت، وهنا مثلا 15 فولت. تمام كده؟ وطلبت من حضرتك انك تجيب لي التيار اللي في الدايره دي. طيب اول حاجه انت لازم، انا بس بدربك على كيرشوف الثاني. بص، المعلومه اللي انت لازم تعرفها ان انت هتفرض مسار. المسار ده انت بتفرضه على حسب التيار. طب الراجل ما ادانيش هنا تيار، افرضه براحتك. انا مثلا هفرض ان التيار او هفرض المسار بتاعي بيلف كده. حلو كده؟ واقول له ايه بقى ساعتها؟ اقول له سيجما الفي بي بتساوي سيجما الاي في الار. انا بعلمك كيرشوف الثاني ان هو ده المهم، انت بتربط كيرشوف الاول بكيرشوف الثاني لو انت بتعرف تعمل ده. طيب ساعتها بنعدي على المسار مرتين. اول مره بنعدي على البطاريات، وتاني مره بنعدي على المقاومات. هنا مفيش في الدايره دي غير تيار واحد، فلنفترض ان انا فرضت ان التيار اللي كان ماشي كان كده وفرضت المسار معاه. اول حاجه نقول له انا دخلت هنا باشاره سالب، انا همشي في المسار بتاعي كده. خرجت باشاره موجب يبقى 15. ماشي. لو خدنا بالنا هنا هنلاقي ان احنا هنا دخلنا بموجب، خرجنا هنا بايه؟ بسالب، يبقى ساعتها هنقول له ناقص 10.
هيساوي، انا كده خلصت البطاريات. تاني مره عدى على مين؟ على المقاومات. الخمسه دي اللي معدي فيها تيار اسمه اي، يبقى 5 اي، ما هو هيبقى عباره عن اي في ار. والثلاثه دي معدي فيها مين؟ نفس الاي. واهم حاجه تشوف التيار اللي معدي هنا في نفس مسارك ولا لا. طالما في نفس مسارك تاخد بالموجب، يبقى زائد 3 اي. حلو كده؟ طيب بقوا دول لو خدت بالك كده 8 اي بيساوي 5، يبقى 8 اي هيساوي 5، ومنها الاي بتاعتنا هتساوي كام؟ 5 على 8. تمام كده؟ وهنا انا شرحت لك لو احد اقطاب البطاريه والمقاومات اكتب القطب الذي يقابلني فقط. يعني ايه؟ لو انا داخل باشاره سالب خد انت الموجب، وهكذا. اهم حاجه بقى لما يجي لي سؤال في كل حاجه، عندك 5 خطوات يا محترم لازم تخلي بالك منهم. اول حاجه تعد عدد المجاهيل. المجاهيل بالنسبه لي مش المطلوب، المجاهيل بتاعي حاجه من 3، يا في بي يا اي يا ار. اكون عدد من المعادلات يساوي عدد المجاهيل اللي هو ايه؟ يعني مثلا انا لقيت عندي في المساله 4 مجاهيل، 3 مجاهيل مجهولين، يبقى اتاكد في معايا مجهولين يبقى اعمل معادلتين. طب المعادله الاولى بتتعمل ازاي؟ دايما وابدا المعادله الاولى بتتعمل بقانون كيرشوف الاولاني. المعادله الثانيه اهو، بص لو خدت بالك عدد المجاهيل اول معادله هي كيرشوف الاول، والباقي بيكون الثاني حتى لو كانوا 100 معادله. طيب هفرض مسار اما مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، الف بالمسار مرتين، مره على الفيبيهات ومره على الاي ارات زي ما انت واخد بالك، زي ما انت شايف قدامك كده. طيب بعد كده لو المسار في نفس الاتجاه بتاخد اشاره موجب، لو نفس عكس الاتجاه بتاخد اشاره سالبه زي ما انا قلت لك من شويه. لو كان عندك 3 مجاهيل وده بتاع الاله الحاسبه، بتجيب الثلاث معادلات بعد كده تخش على الاله الحاسبه وتكرر الخطوات بتاعتك وتخش على الاله الحاسبه وتكتب الحاجات اللي المفروض ان انت بتشتغلها. طيب كده انت المفروض خلصت الباب الاولاني. قبل ما اخلص لك، قبل ما اخش على الباب الاولاني بقى او اكمل الباب الاولاني، المفروض دلوقتي ان احنا نبدا ايه؟ نبدا نحل على الجزء بتاع الباب الاولاني الاول. تمام؟ استعد كده يا بطل عشان نبدا نحل شويه على الاسئله بتاعت ايه؟ الباب الاولاني. بص يا سيدي، المفروض دلوقتي ان احنا خلاص خلصنا مراجعه الفصل الاولاني بالخطوط العريضه بتاعته. هنبدا بقى دلوقتي ان احنا يعني ندربك بحيث ان انت لما تكون جاي لي بكره ان شاء الله يكون الباب الاولاني نوعا ما في دماغك. شغلتنا بقى لما تجي لي بكره ان شاء الله باذن الله ايه اللي هيحصل؟ هنبدا بقى ان احنا نجمع كل الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان. احنا دلوقتي مراجعين معانا المعلومات الاساسيه بتاعت الباب الاولاني، الحل الكتير بقى كمان في ليله الامتحان هو اللي بيفرق معانا كتير قوي. مش شطاره خالص ان انا وانت نقعد احنا الاثنين نقعد نشرح طول الليل، غلط. انت كده كده اللي ذاكر ذاكر واللي شرح شرح واللي عمل كل حاجه. احنا في الفتره دي احنا محتاجين نشوف اسئله كتير عشان خاطر كتر الاسئله اللي انت هتشوفها طبعا هتلاقي منهم في الامتحان. ركز معايا قوي وانت هتفهم كل اللي انا بقوله ده. طيب تعالى يا بيه ناخد هنا اول سؤال بيقول لي ايه. اول سؤال هنا بيقول لي لو خدنا بالنا هنا اهو، عدد من المقاومات متصله معا على التوازي مع بطاريه مهمله المقاومات الداخليه، فعند فصل احدى المقاومات فان فرق جهد على المقاومات المتبقيه. طبعا احنا عارفين ان كده كده فرق جهد ماله ثابت على التوازي. الراجل قال لي هنا انه متصل على ايه؟ على التوازي. طالما قال على التوازي يبقى فرق جهد ماله ثابت، وطالما فرق جهد ثابت اوتوماتيك حتى لو شلت فرق جهد يظل ايه؟ ثابت، لان ساعتها هم متصلين مع بطاريه، فساعتها البطاريه دي هي نفس فرق جهد، وده احنا لسه قايلينه من شويه. طيب السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ النسبه بين التوصيلات الكهربيه لسلك من النحاس طوله ال واخر من نفس الماده طوله 2 ال. الراجل بيلعب اللعبه دي وعملها في الاسترشادي بتاع 25 واسترشادي 26. بمعنى التوصيلات الكهربائيه احنا لسه قايلين من شويه ان هي مالها خاصيه مميزه للماده، لا تتوقف الا على نوع الماده ودرجه الحراره. يغير الطول، يغير المساحه، يغير اي حاجه، الاجابه تظل كما هي. يعني الاجابه تطلع كام؟ الاجابه تظل كما هي، يبقى الاجابه 1. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا في الشكل المقابل تكون قيمه المقاومه المكافئه. انت لو خدت بالك انا بدربك درس اول درس ثاني وهكذا زي نماذج الاستشهاديه بالظبط. في الشكل المقابل تكون قيمه المقاومه المكافئه بين كي وال تساوي كام؟ اولا الستة والستة والستة دول انت شايفهم متوصلين على ايه؟ على التوازي، يبقى هنقول له 6 على 3 يساوي 2، يبقى دول بالنسبه لي عباره عن 2 اوم. طيب 6 و6 دول توالي، و6 و6 دول توالي، يعني فوق 12 وتحت 12. 12 و12 مع بعضهم توازي يطلعوا كام؟ 6 اوم. بقى 6 اوم و2 اوم يطلعوا في الاخر كام؟ 8 اوم، يبقى الاجابه رقم الف. السؤال اللي بعده بيقول هنا يوضح الشكل المقابل جزءا من دائره كهربائيه مغلقه فان مقدار فرق الجهد بين نقطتين A و B. بص يا حبيبي، ودي من الحاجات المهمه قوي، السؤال رقم 4 ده سؤال مهم قوي.
اول ما يقول لك انا عايزك تجيب لي فرق الجهد بين اي نقطتين، تقوم مشعلق بين النقطتين دول فولتميتر. ادي الفولتميتر يا مستر اللي انت شعلقته. طب وبعدين؟ بص يا سيدي، ساعتها انا نصيحتي يعني، في ناس بتشتغل بطرق كتير، لكن انا بحب قوي ان انا اشتغل بقانون كيرشوف التاني. هفرض مسار زي ما انا لسه شارح لك من شويه، اما مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. حضرتك لو دخلت هنا هتمشي في المسار زي ما انت فرضته، هتقوم قايل لي انا دخلت يا مستر باشاره موجب، خرجت باشاره سالب، يبقى ناخد سالب 2. يبقى هنا نكتب له سالب 2. ماشي. سالب 2 لسه في بطاريات؟ لا. يبقى هنا هنقول له ده سالب 2. تمام كده. هيساوي، المفروض ان انت عندك دلوقتي لو خدنا بالنا ان عندنا 3، ال3 اوم دي المفروض ان معدي فيها 3. ال3 لما يعدي فيها 3 احنا بنشتغل باي في ار، المفروض ان انت عندك هنا 3 في 3 هنقول له 9. ماشي. وبعد التسعه المفروض ان انت ماشي في المسار بتاعك كده كده كده، بقى عندك هنا 2 اوم و1 اوم، برضو المعدي فيهم 3، يبقى كمان 9. ماشي. المفروض بقى نيجي بقى لحته قراءه الفولتميتر دي، اعمل فيها ايه؟ دلوقتي هو طالب مني في السؤال انا عايزك تجيب لي فرق جهد بين مين؟ بين اي وبي. لكن انا عايزك لما انا جيت اعدي في المسار بتاعي يا اولاد، لو خدت بالكم انا ماشي كده 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 كده، فاعدي كده. المسار ده انا ماشي هنا جوه الفولتميتر، بقى جوه الفولتميتر منين؟ من بي لايه. ساعتها اقوم قايل له ناقص فرق الجهد ما بين ايه وبي. ليه ناقص؟ لان انا عديت في الفولتميتر عكس ما هو طالب. طيب دول 18 لما يروحوا الناحيه الثانيه، دول 18 لما يعدوا الناحيه الثانيه يبقوا سالب 18 وسالب 2 يطلعوا كام؟ سالب 20. السالب هيروح مع السالب اللي بره، اذا الاجابه بالنسبه لي تبقى كام؟ موجب 20 فولت. السؤال اللي بعده، في الدايره المبينه بالشكل ده بقى بيلعب على قراءه الفولتميتر اللي لسه متكلمين عليها من شويه. في الدايره المبينه بالشكل عند فتح المفتاح ك، فاي من الاختيارات الاتيه يكون صحيحا. الوقت الفولتميتر اللي قدامي ده انا قلت من شويه الفولتميتر يا مستر لو ركب على مقاومه جنبها مفتاح تاكد 100% ان انا هعمل ايه؟ هشقلبه. فالفي 2 هياها بالنسبه لي يا مستر في 1. ليه؟ ما هو لو انا خدت بالي في 1 بتبص على ايه؟ بتبص على بطاريه ومقاومه. طب وفي 2 بتبص على بطاريه ومقاومه. طيب انا لما هفتح المفتاح اوتوماتيك على طول التيار بقى بصفر. هو في الاول الفي كانت بتساوي في بي ناقص اي في ار، دلوقتي التيار بقى بكام؟ بصفر، فشلناه، فكده الفي تساوي مين؟ الفي بي. فكده بالنسبه لي الاجابه تبقى رقم د هي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل قيمه اي 1 تساوي. طيب قبل اي شيء، اي سؤال فيه احنا لسه قايلين من شويه، اي سؤال فيه بطاريه تروح تجيب التيار من قانون اوم للدائره المغلقه، الموضوع منتهي. بس قبل ما اجيب المقاومه الكليه او قبل ما اجيب التيار الكلي لازم اجيب المقاومه الكليه. طيب الخمسه والخمسه دول مع بعض اكيد توازي هيطلعوا 2 ونص، والخمسه اللي فوق مع الخمسه اللي تحت كمان توازي يطلعوا 2 ونص. بقى عندي الاثنين دول 2 ونص، هنضيف عليهم كمان الاثنين ونص اللي هنا يبقوا كام؟ 5 اوم. يبقى كده بالنسبه لي الار داش بتساوي 5 اوم. طب انا عايز اجيب التيار، اي هتساوي الفي بي بكام يا مستر؟ الفي بي بتاعتنا ب 12 ونص، يبقى 12 ونص على الخمسة زائد الواحد وربع، يطلع التيار الكلي بكام يا عم الحاج؟ ب 2 امبير. ما هو دول 12 ونص على 6 وربع يطلع 2 امبير، يبقى التيار اللي هيخرج من البطاريه بكام؟ ب 2 امبير. طب بص بقى وخد بالك، انا التيار لما يطلع من هنا يا اولاد هيتجزأ على فرعين، شويه هنا وشويه هنا، كده الفرع اللي فوق قد الفرع اللي تحت، واحنا حافظينها كده بما ان المقاومه اللي فوق قد المقاومه اللي تحت، اذا التيار اللي فوق قد التيار اللي تحت بالظبط، وبناء عليه يروح فوق كام؟ 1 امبير، وتحت يروح كام؟ نفس ال1 امبير. انت كنت عايز مين؟ اي 1، يبقى بالنسبه لي الاجابه تبقى كام؟ 1 امبير، الاجابه رقم الف. السؤال اللي بعده بيقول لي اي التغيرات التاليه يؤدي الى نقص المقاومه الكهربائيه لموصل معدني. طيب المقاومه احنا عرفنا الحاجات اللي بتوقف عليها، احنا قلنا ان الار بتساوي رو اي في ال على ايه. بتتوقف على ايه بقى يا مستر؟ بتوقف على المقاومه النوعيه اللي هي نوع الماده ودرجه الحراره، بتتوقف على الطول، بتوقف على مين؟ على المساحه. الى جانب معلومه مهمه، تعالى بقى احنا عايزين نقلل المقاومه،
لما انا اطول طول الموصل اوتوماتيك كده يا اولاد، الطبيعي لما انا المقاومه الطول هيزيد اوتوماتيك المقاومه كمان هتزيد، يبقى ده غلط. نقصان مساحه المقطع، لو انا قللت المساحه المقاومه برضو هتزيد، يبقى ده كمان غلط. زياده عدد الالكترونات ملهاش علاقه غير بشده التيار، اذا الاجابه عندي بالنسبه لي تبقى مين؟ كده الاجابه بالنسبه لي يا مستر تبقى رقم الف، وهي نقصان درجه الحراره. ليه بقى؟ عشان المقاومه بتتناسب تناسب طردي مع درجه الحراره، درجه الحراره لو زادت المقاومه بتزيد، ودي من الحاجات المهمه قوي لازم تخلي بالك منها كمان، خصوصا الحته دي. الموصلات غير اشباه الموصلات، يعني مثلا وده لما نروح احنا بنراجع في الحديث الباب الثامن هنلاقي ان المقاومات اللي هي الموصلات بتتناسب تناسب طردي، يعني انت لو عايز تقلل التيار زود درجه الحراره، ولو عايز تقلل تزود التيار في اشباه الموصلات بتزود درجه الحراره، الاثنين كانوا عكس بعض تماما طبعا. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي عند زياده طول سلك معدني للضعف، برضه بيزود الطول بيسأل على التوصيليه، من غير ما نفكر الاجابه تبقى ثابته. توضح الاشكال اربع مقاومات كهربائيه متماثله متصله معا بطرق مختلفه. الاشكال اللي قدامك دي الشكل 1 2 3 4، بيقول لك ايه في السؤال بقى؟ اي الاشكال تكون فيها قيمه المقاومه المكافئه للمجموعه متساويه. بص يا سيدي، المفروض ان انا دلوقتي عندي اربع مقاومات، لو انا حطيت على كل مقاومه ار، لو ده ار وده ار وده نفس الار وده نفس الار، ار 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 ار، ار وار توالي ب 2 ار مع 2 ار يطلعوا ار، يبقى دي طالعه ار. ار وار توالي ب 2 ار و2 ار و2 ار، 2 ار و2 ار توازي يطلعوا برضو كام؟ نفس الار. طيب ده ار 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 ار، من الواضح ان الرقم اكبر من ار. ليه بقى؟ هقول لك انا يا سيدي ليه اكبر من ار، عشان دول اصلا مع بعضهم لما يتلموا مع في الاخر مع ار، اذا الاجابه تطلع في الاخر دي غلط، دي اكبر من ار. طب هنا ار وار وار وار، ار وار توازي بنص ار، وار وار توازي بنص ار، يطلعوا كمان كام؟ ار. يبقى الشكل 1 و2 و4 بالنسبه لي هما الاجابه الصحيحه، اللي هي الاجابه رقم كام؟ ج. نيجي للسؤال اللي بعده، يوضح الشكل جزء من دائره كهربائيه مغلقه. ما قيمه شده التيار اي؟ بص ده كشف الاولاني واضح جدا، التيار ده خارج وده كمان خارج وده كمان خارج، يبقى ده كان داخل. 7 و5 12 و3 15، يبقى هنا كان في 9 داخلين خرجوا 15، يبقى هنا كان في كام؟ 6 امبير، عشان نقول 9 و6 يطلعوا كام؟ 15، يبقى الاجابه بالنسبه لي 6 امبير. السؤال اللي بعد بيقول لي هنا في الشكل المقابل، كل سؤال او بالنسبه لي هنا السؤال اللي قدامي ده سؤال عليه درجتين، بيجي في الامتحان عليه درجتين يعني. فبص يا سيدي، المفروض دلوقتي ان هو طالب منك ايه؟ قيمه القوه الدفعه الكهربائيه بكام؟ وقيمه المقاومه ار بكام؟ طيب مبدئيا انا عندي هنا تيار جاي من بره ب 2.5، اتوزع على ده فرع 2 3. طيب انا دلوقتي لو خدنا بالنا انا معايا هنا تيار بواحد واتنين من عشرة، تيار واحد ونص، يبقى التيار اللي اتبقى 3 من 10. تمام كده؟ ده بالنسبه لمين؟ التيار اللي هنا. كده انا معايا التيارات كلها، الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها بقى يا اولاد مين؟ ان فرق الجهد على التوازي في الثلاثه دول ثابتين، يعني اي في ار زي ما انتم شايفين. المفروض ان 5 في 1 و2 من 10 هيساوي اللي هو على الفرع ده هيساوي 1 في 6، فرق الجهد يعني هيساوي ايه؟ الاي اللي اهو في الار بتاعتها اللي هو 3 من 10 في كام؟ في افتح قوس 7 زائد الار المجهوله. من هنا الار المجهوله دي هتطلع كام يا عم الحاج بآلتك الحاسبه الجميله؟ هتطلع تقريبا 13 اوم. حلو، يبقى انا كده معايا الاجابه يا اما الف يا اما باء. طب انا عايز اجيب الفي بي، ساعتها الفي بي هتساوي الاي توتال في الار توتال. طب فين الاي توتال يا مستر؟ الاي توتال قدامك اهي، يبقى الاي توتال ساعتها هتبقى 2.5 في قيمه المقاومه الكليه للدايره، دول هيبقوا 7 وهنا 13 يبقوا 20، 20 و6 و5 توازي يطلعوا 2.4 من 10، دول كلهم 2.4 من 10، 2.4 من 10 و9 و8 ادا 9 و8 يبقوا كام؟ ادا 17 و2.5 يبقى 19 ونص او 19 و2 و4 من 10 عفوا، 19 و4 من 10 في 2.5 يطلع الاجابه بكام؟ ب 48 ونص تقريبا. الاجابه رقم كام؟ الاجابه رقم الف هي الاجابه الصحيحه.
السؤال اللي بعده بيقول لي في دائره الكهرباء المغلقه موضحه عند غلق القيمه او عند نقص قيمه المقاومه المأخوذه من الريوستات. احنا قلنا من شويه المقاومه المتغيره لو زادت او قلت، هو بيقول لك انا قللتها، مقاومه متغيره قلت، مقاومه كليه تقل، تيار ماله يزيد. اذا كده قراءه الاميتر بتاعتي هتزيد وتزيد. طيب الفولتميتر بتاعي اللي راكب على البطاريه عديم المقاومه الداخليه يا جماعه، واحنا قلنا ان الفي في العادي بتساوي في بي ناقص اي في ار. طب ما فيش ار، يبقى الفي هتساوي كام؟ الفي هتساوي الفي بي، يبقى هتظل ثابته. يبقى خلاص من غير ما نكمل كده الاجابه بالنسبه لي تبقى رقم الف هي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا عدد من المقاومات متصله معا على التوازي مع بطاريه مهمله المقاومه الداخليه، فعند فصل الشكل الصحيح الذي يمثل الاتجاه الصحيح لاكبر تيار تقليدي. مبدئيا يا جماعه التيار التقليدي هو تيار بيمشي من القطب الموجب يلف لحد القطب السالب في اي حاجه بقى. هنا هو عامل لي ان التيار ماشي من الموجب للسالب، يبقى لحد دلوقتي دي تقليدي. هنا عامله من السالب الموجب، يبقى ده غلط. ده من الموجب للسالب، يبقى ده صح. يبقى كده انا عندي 2 صح وده غلط. انا عايز اجيب اكبر تيار، المفروض ان اي اي هتساوي في على ار. ماشي، لو خدنا بالنا بقى هنا في اول رسمه اللي انا هي رقم 4 دي، الفي 3 في والار 2 ار، يعني الكلام ده يطلع 3 على 2، يعني يطلع تقريبا كام؟ 1.5. طب وده هيبقى 2 على 1، يعني يطلع كام؟ 2. يبقى بالنسبه لي الاجابه الشكل رقم 2 هي الاجابه الصحيحه. الشكل يمثل 3 موصلات مختلفه الطول لها نفس مساحه المقطع ومن نفس الماده. يبقى احنا كده تغاضينا عن ان الار اولا بتساوي رو اي في ال على ايه، لها نفس الطول ونفس الماده، عفوا لها نفس المساحه ونفس الماده. يبقى احنا اللعب كله على مين؟ على ال بس. يبقى الار هي ال. لو عايزين نجيب بقى هنا التيارات زي ما هو طالب منك، الاي هتساوي في على ال على طول، لان الار هي ال. يبقى هنا كانها 2 على 3، وهنا كانها 1 على 2، وهنا كانها 3 على 1. كده بالنسبه لي اي 1 اكبر حاجه، بعد كده اي 3، بعد كده اي 2. يبقى اي 3 ثم اي 3 ثم عفوا هنا ده الشكل ده عفوا اي 1، بعد كده اي 3، بعد كده اي 2. اي 1 اكبر من اي 3 اكبر من اي 2، يعني الاجابه رقم ج. السؤال اللي بعد بيقول لي مجموعه من المقاومات موصله كما بالشكل، اي من هذه النقاط يجب توصيله بطرفي البطاريه للحصول على اقل قيمه للمقاومه المكافئه. عشان تحصل على اقل قيمه للمقاومه المكافئه، نصيحه يعني وصل بين طرفي اقل مقاومه. ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي هدور على اقل مقاومه. هنا المقاومه دي 60 و40 يعني 100، وهنا المقاومه 20 و10 يعني كام؟ 30. يبقى انا بالنسبه لي كده خلاص الموضوع واضح ان انا هوصل ما بين مين؟ ده وده. تعال نجرب كده. لو خرجنا التيار من هنا كده هتلاقي التيار عدى من ال 20، طبعا ده ملغي لانه مش متوصل بالكهرباء. هتلاقي ده كده راح معدي، بدل ما يعدي من هنا راح معدي منين؟ من السلك الفاضي على طول. يبقى كده بالنسبه لي 10 و20 يبقوا كام؟ 30. يبقى بالنسبه لي الاجابه هنا ما بين مين ومين؟ ما بين ايه؟ ما بين بي وسي، يعني الاجابه رقم الف. كده احنا خلصنا يعني مراجعه الباب الاولاني عشان تبقى جاي لي جاهز بكره ان شاء الله. هنبدا بقى ان شاء الله كده دلوقتي فين؟ في الفصل الثاني. يلا بقى بينا يا بطل عشان نخش على مين؟ على الفصل الثاني. مبدئيا الفصل الثاني هو فصل درجاته اكتر شويه في الامتحان من الفصل الاولاني، ولازم تخلي بالك ان كل درس تقريبا في الفصل الثاني عليه اسئله، يعني لازم يجي في الامتحان الفصل الثاني كله. طيب الفصل الثاني بيبتدي بحاجه اسمها، هو اصلا بيتكلم عن حاجه اسمها التاثير المغناطيسي للتيار. حضرتك في الباب الاولاني انت خلصت التيار الكهربي وعرفت كل حاجه موجوده فيه وهكذا. نيجي بقى على مين؟ على الفصل الثاني. الفصل الثاني اول حاجه لازم نتكلم فيها وهي مين؟ وهي الفيض المغناطيسي. اول حاجه لو طلب منك تحسب الفيض اسال بس الملف. اولا هو القانون بتاع الفيض ايه يا مستر؟ القانون بتاع الفيض ان الفاي ام بتساوي البي في الاي في ساين الثيتا. تمام كده؟ طيب اهم نقطه يا جماعه في حكايه انك تكون عارف الفيض ده، تسال هو الملف عامل زاويه كام مع المجال. يعني الثيتا هنا هي الزاويه بين مين؟ الزاويه هنا في الثيتا دي بين الملف والمجال. دي اهم نقطه. يعني ايه؟ بص بقى يا سيدي، يعني مثلا على سبيل المثال لو انا رسمت لك بالمنظر ده كده
قلت لك ان ده شكل المجال المغناطيسي بتاعي. خلاص كده؟ رحت انا حاطط لك ملف كده. الملف ده دلوقتي محطوط ماله؟ محطوط عمودي، يعني دلوقتي الفاضي يعتبر ماله؟ قيمه عظمى. فالفاي ام ساعتها بتساوي بي في ايه في ساين الثيتا، والثيتا هنا ب 90 درجه، تبقى الاجابه فاي ام بقيمه عظمى. طيب هو هنا بيقول لي هو الملف عامل زاويه سيتا ومش بيتحرك ساعتها، بيكون القانون ساعتها فاي ام بتساوي بي اي ساين سيتا. هو الملف عامل زاويه سيتا مع المجال وهيدور بزاويه فاي عكس ولا مع؟ يعني مثلا لو انا لفيت في هذا الاتجاه مثلا كده، ساعتها بعد شويه الملف هيبقى هنا كده. لو انا لفيت وقال لك دار 60، هل انا هاخد ال 60؟ قال لك لا، انت هتاخد الزاويه دي بقى اللي هي بكام درجه؟ ساعتها في الوقت ده اللي هي ب 30 درجه. تمام كده؟ فالسؤال هنا بقى، ال 30 درجه اللي قدامك دول هم اللي هيتحطوا في القانون، لان الزاويه بتاعتك الزاويه بمين؟ بين الملف والمجال. خلاص كده؟ فالزاويه ساعتها بتكون مين؟ ال 30 درجه اللي قدامك دي. طيب هو الملف عامل زاويه سيتا مع المجال وهيدور بزاويه فاي، اللي هو انا بتكلم عن الجزء ده يا جماعه اللي هو ايه؟ انا لسه كنت بتكلم عنه، لو هو لف من الوضع العمودي. طب هو بقى لو كان لف من الوضع الموازي يعني ايه؟ يعني مثلا الملف بتاعنا كان بالشكل ده، انا رحت رايح جايب مجال كده، خلاص، وقلت حاطط ملف كده. الملف بتاعي لما انا همسكه كده والفه، لو انا لفيته في اي وضعيه، لفيته مثلا 30، ما هو ال 30 اللي انا لفيتهم له دول هم الزاويه اللي انا هاخدها. فبالنسبه لي هو محطوط ملف موازي ولفيت اي حاجه باخد الزاويه زي ما هي. طب ملف عمودي ولفيت اي زاويه، ساعتها بطرح الزاويه بتاعتي من كام؟ من 90. لو خدنا بالنا من الملحوظه بيقول لك ايه هنا؟ لو دار الملف من الوضع العمودي، يعني الثيتا كانت ب 90 درجه، او الموضع الموازي، مش مهم اتجاه الدوران، المهم ان الفيض، لازم تعرف شويه معلومات، ان الفيض بينعدم عندما يكون الملف موازي، وبيكون قيمه عظمى عندما يكون الملف عمودي، وبيكون نص القيمه العظمى عندما تكون الثيتا بتساوي 30. بس هي مين الثيتا؟ الثيتا بالنسبه لي بين الملف ومين يا اولاد؟ والمجال. طيب بعد كده انت عندك ده طبعا الخلاصه بتاعت الفيض، الفيض بتساوي بايه في ساين ثيتا. بعد كده كان عندك حاجه اسمها المجال المغناطيسي اللي هيؤثر على الموصلات. عندك منهم سلك، السلك بتاع حضرتك لو افترضنا مثلا السلك بتاعنا بالمنظر ده، ده سلك، ورحنا ممرين فيه تيار بالمنظر ده. السلك كان بيتكون حواليه مجال مغناطيسي شكله عامل كده، عباره عن دوائر دائريه منتظمه المقطع، مركزها السلك نفسه، بتتزاحم بالقرب من السلك وتتباعد كلها بتعدنا عن السلك. يعني معنى كده ان البي تتناسب تناسب طردي مع التيار، وتتناسب تناسب عكسي مع المسافه، او بنسميها البعد العمودي عن محور او مركز السلك. وتخلي لي بالك قوي من حته كلمه البعد عن مركز السلك. هنا في معلومه مهمه قوي، وهو القانون اللي بنستخدمه اصلا لحل الدرس ده، ان ساعتها ان البي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي. الميو دي معامله النفاذيه، الاي دي شده التيار، الاثنين عارفينها، الباي ب 3 و14، الدي قلنا ان هي مين؟ اسمها البعد العمودي عن محور السلك. وده بالنسبه لي لو خدنا بالنا هنا هنلاقي ان هنا القانون بتاعنا اهو، ان البي بتاعت الاكس اللي هو طبعا بجوار اي سلك عباره عن ميو في اي على 2 باي دي. طيب لو خدنا بالنا هنا هتلاقي ان البي طبعا بقى هيبدا يخش لك في حته مين؟ المجال بيجي ازاي؟ طبعا كان عندنا قانون اسمه قانون امبير او قاعده امبير لليد اليمنى. حضرتك طبعا لو ده السلك طالع كده، فحضرتك بتشتغل بايدك اليمين، بتخلي دايما التيار بتاع حضرتك، لو انا راسم لك ده كده فالتيار هيروح كده، فالمجال بتاعك هيبقى فوق اكسات اللي هو داخل الى الصفحه، وتحت يبقى ماله؟ نقط بالمنظر ده كده. تمام؟ طيب لو انا بقى مثلا جالي سلك ومعاه حاجات تانية، طبعا القوانين بتاعت السلك العاديه ده امرها سهل، هنشتغل عليها وهنحل عليها كتير، ان البي بتساوي ميو في اي على الدي على 2 باي دي، والدي ده البعد العمودي. لكن لو جاب لك مثلا زي السؤال اللي قدامي ده، جاب لي مثلا هنا سلك وحطه في مجال خارجي بالمنظر ده، ساعتها على حسب النقطه تتحط فين. يعني مثلا لو انا هنفترض ان ده السلك بتاعي اللي منظره كده، ورحت انا عامل لك مجال حواليه اكسات بالمنظر ده، ورحت قايل لك والله السلك ده بيمر في تيار كده، ورحت حاطط لك نقطه في الاتجاه ده كده، هنا كده نقطه، وقلت لك انا عايزك تجيب لي كثافه الفيض عند النقطه اللي اسمها ايه. ساعتها انت اول حاجه تعملها ايه؟ بايدك اليمين تيارك نازل لتحت، يبقى على يمينك هيبقى هنا اكسات وهنا نقط. كده بقت المنطقه اللي هنا منطقه جمع، والمنطقه اللي هنا بقت منطقه طرح. تسال نفسك بقى، هي النقطه اللي انت حطيتها دي يا مستر في منطقه ايه؟ طرح. فساعتها البي توتال هتساوي بي الكبير ناقص بي الصغير. اللي الاحمر قدامك ده اسمه بي خارجي، ده اسمه بي خارجي. وطبعا السلك بتاعك انت بتعرف تجيب القانون بتاعها اللي هو ميو في اي على 2 باي دي.
فلو خدت بالك هنا ده نفس الفكره، لو انا عايز اجيب عند ايه هجيبها بطريقه، وعند ايه هجيبها بطريقه ثانيه خالص. كلام جميل. هنا بقى الراجل بيلعب لك على حته مين؟ لو انا معايا سلك بيمر فيه تيار هنا وادالي بعدين. طب انا دلوقتي لو معايا سلك هنا بالمنظر ده زي ده كده مثلا، السلك ده وده سلك برضه، السلك ده تياره رايح كده والسلك ده كده، الوضع ده بيسموه وضع عمودي، يعني المجالين متعامدين على بعض. طب انا هعرف منين؟ لو انت لقيت السلك الاولاني متعامد على السلك الثاني بس الاثنين مش في نفس المستوى الصح، يعني واحد داخل واحد نايم، واحد طالع وواحد نازل، واحد خارج واحد طالع لفوق، ايا كان يعني الاثنين لو في واحد في مستوى الصفحه يعني ايه معمول كده، وواحد تاني معمول كده، ساعتها دول متعامدين على طول. وطالما متعامدين تاكد 100% ان البي توتال في الحاله دي هتبقى جذر الاثنين. يا اما حضرتك ترجع بقى للحته بتاعت مين؟ انك يكون عندك سلكين في نفس الاتجاه او سلكين في عكس الاتجاه، والله على حسب المكان بتاعك. لو السلكين في نفس الاتجاه بتبقى بره منطقه جمع زي ما هو كاتبها لك كده، وجوه منطقه طرح زي ما انت شايف. اما لو السلكين عكس بعض بتبقى بره منطقه طرح وجوه منطقه جمع زي ما انت شايف. وطبعا انت بتاخد البي توتال بناء على المكان اللي انت بتبقى واقف فيه زي ما انت شايف. طيب بعد كده لو خدنا بالنا هنا اهو، هنلاقي عندنا هنا بيقول لك لو قال لك في السؤال كثافه الفيض انعدمت او نقطه تعادل، ما معنى كلمه اصلا نقطه تعادل؟ بص يا سيدي، المفروض ان نقطه التعادل دي نقطه بينعدم عندها كثافه الفيض، فهو كاتب لك لو قال لك في السؤال كثافه الفيض انعدمت او نقطه التعادل او مؤشر البوصله لا ينحرف، ده معناته ان هي نقطه تعادل. فساعتها لو هي نقطه تعادل لازم يتوفر عندها شرطين اساسيين يا جماعه، او 3 شروط كمان مش شرطين بس. نقطه التعادل لازم يتوفر عندها 3 شروط. ايه هم ال3 شروط؟ اول شرط ان هي لازم تقع في منطقه طرح، ده مبدئيا. تاني حاجه لازم بجوار التيار القليل، تمام كده. رقم 3 لازم بي 1 تساوي بي 2، اللي احنا يعني لخصنا الكلام كله يقول لك ان اي 1 على اي 2 بتساوي دي 1 على دي 2، طبعا لان الميو والاي او الميو وال2 باي هيروحوا مع بعض. طبعا لو في نفس الاتجاه، لو في نفس الاتجاه بتنعدم بينهما، يعني بتكون نقطه التعادل في النص عشان دي بتبقى منطقه طرح. لو في عكس الاتجاه بتبقى بالقرب من السلك بتاع التيار اقل. فلو انت طبقت لي يا استاذ ال3 خصائص دول انت كده كده في الامان، فما تقلقش من اي حاجه بعد كده. طيب بعد كده كنت لازم تبقى عارف ان شكل المجال بتاعها عباره عن خطوط المجال حول السلك دائريه متحده المركز. لو السلكين يمر بهم تياران متساويين في المقدار ومضادين في الاتجاه لا تنعدم كثافه الفيض، يعني مفيش نقطه تعادل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو انا معايا سلكين بالمنظر ده وتيارهم عكس بعض وده تياره قد تيار ده، مهما حطيت اي نقطه في اي مكان مش هيطلع لها نقطه تعادل. ليه؟ عشان لو انا حطيت نقطه مثلا على اليمين هنا كده، فساعتها هتقول اي على دي لازم تساوي اي على دي، فده مستحيل طبعا لان الاي اللي هنا بيساوي الاي اللي هنا، فما ينفعش الطريقين يساووا بعض وهم في عكس الاتجاه. اما لو هم في نفس الاتجاه، يعني عكسنا اتجاه احد التيارين بالمنظر ده كده، يعني ساعتها هتلاقي ان نقطه التعادل فين؟ في النص ساعتها، وبيكون في النص بالظبط لو التيارين قد بعض. اتجاه المجال عند اي نقطه يحدده برسم مماثل النقطه. يعني ايه؟ يعني هفهمك يا سيدي. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا مثلا ده سلك مجاله للداخل، وانا حاطط نقطه هنا كده وعايز اعرف المجال بتاعها عامل ازاي. مبدئيا انت بتشتغل ايدك اليمين وتجيب بامبير، فتلاقي التيار بتاعك داخل الصفحه كده بالمنظر ده يا جماعه، فيلف بالمنظر ده. فالمفروض ان انت يبقى عندك دايره حوالين السلك عامله كده، والدايره دي بتلف كده. عايز بقى تجيب المجال هنا تعمل ممس في نفس اتجاه الدوران في هذا الاتجاه. طب عايز اجيب المجال في الحته دي مثلا، يبقى ممس في نفس اتجاه الدوران في هذا الاتجاه. طب عايز اجيب المجال في الحته دي، طبعا يبقى مجال في نفس الاتجاه الدوران زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ طيب انا لسه قايل لك من شويه ان مثلا لو جاني مساله فيها بي خارجي، فساعتها مثلا المجال اللي بالاحمر ده كان مجال خارجي، في السؤال اللي قدامي ده كان مجال خارجي اهو، وانا معايا سلك هنا تياره للخارج، فالطبيعي ان انا هشتغل بايدي اليمين، تياري طالع لاعلى، فالمجال او المجال بتاعي بيلف في دايره، فعمل كده. فانا عايز اجيب عند اكس هنا مثلا، فساعتها انا عملت ممس زي ما انتم شايفين في نفس اتجاه الدوران، لقيت ان الاتجاه بتاعي ده عكس اتجاه المجال ده. طب هم لو كانوا مع بعض كنت جمعتهم، ولكن انا في الحاله دي انا هعمل ايه؟ هطرح الاثنين من بعض عشان الاثنين مالهم عكس بعض. طب لو جالي 3 اسلاك بقى وعايزك تجيب له كثافه الفيض، بيبقى اسهل حاجه انت حضرتك يا بابا عشان تجيب كثافه الفيض عند اي مكان، سواء بقى سلكين، 3 اسلاك، 4 اسلاك، 10 اسلاك، انت بتقف عند النقطه اللي انت عايز تجيب عندها كثافه الفيض، تاخد بعضك تقف هنا كده يابا، وتنادي على السلك الاولاني مره، السلك الثاني مره، السلك الثالث مره، وكل مره بتجيب البي بتاعتك اهو ميو في اي على 2 باي دي بتاعت كل واحد. بتسال تيار السلك ده بكام ومسافته بكام، السلك ده تياره بكام ومسافته بكام، السلك ده تياره بكام ومسافته بكام، وساعتها تشوف المجالات بايدك اليمين
تقف عند النقطه وتشوف المجال بتاع السلك الاولاني. يعني مثلا على سبيل المثال التيار ده طالع لفوق، فعلى يمينه اكسات اللي هو اي واحد، على يمينه اكسات، على شماله خارج، فهنا المجال هيبقى خارج للصفحه. يبقى الراجل ده مطلع مجال هنا للخارج، فهنعمل هنا نقطه قدام حضرتك كده ايه ان دي بتاعت دي. طيب والتاني اللي هو اي 2 طالع لفوق، فيبقى هنا في مين؟ اكس، والتالت هنا كمان اكس. يبقى ساعتها هنجمع له البي بتاعت 2 مع البي بتاعت 3 ونطرح منهم مين؟ بي 1 زي ما انت شايف كده. طيب ده لو انا عايز اجيب المجال الكلي. طب لو هو قال لك بقى ده نقطه تعادل، لازم المجال اللي داخل يساوي المجال اللي هو اللي خارج زي ما انت شايف كده. طيب بعد كده دخل لك في لو انا جايب لك سلك ومحطوط في مجال خارجي نفس الكلام. طيب نخش بقى يا ولاد على حاجه اسمها الملف الدائري. الملف الدائري قانونه، او ده ملف دائري طبعا زي ما انتم شايفين اهو اللي هو قدامي ده، قانونه ان البي بتساوي ميو في ان في اي على 2 باي ار. فده القانون بتاعي زي ما انتم شايفين. الميو دي معامله نفاذيه، الان دي عدد اللفات، الاي دي شده التيار، الار دي مين؟ نص قطر مين؟ نص قطر الملف بتاعي. طيب الان بالنسبه لي بقى اللي هو عدد اللفات يا مستر. قال لك عدد اللفات تستخبى في مكانين يا اولاد، يا اما تستخبى جوه طول السلك وساعتها ال هتساوي 2 باي ار ان، يا اما في الحاله الثانيه زي ما هو كاتب لك هنا الناحيه الثانيه زي ما انت شايف كده ان ال بتساوي سيتا على 360. بس اهم حاجه اي سيتا الزاويه المقابله للقوس. طيب زي ما عملنا مع السلك وقلنا ان السلك بتاعنا ممكن يبقى عليه مساله، لان او مع السلك بنجيب مجال لسلك واحد، ممكن نجيب ملف ونجيب مجاله عادي، وممكن ندي لك مجال خارجي زي ما انت شايف كده وندي لك ملف. فساعتها في الحالات اللي قدامي دي بقى بص يا سيدي، انا عندي ملف قدامي اهو، الملف تياره بيلف كده، فطبعا امبير اللي بيشتغل، فامبير مجاله فين؟ للداخل. فكده انا بقى معايا مجالين، مجال خارجي للداخل ومجال السلك كمان ماله للداخل، داخل مع داخل. عشان كده عملنا ايه؟ جمعنا. ممكن يبقى معاك اكتر من ملف، يعني ايه؟ عندك ملفين تيارهم بيلف مع بعضه زي دول، فساعتها يقولوا ان البي توتال بيساوي كذا. طيارين عكس بعض فيبقوا كذا، متعامدين ناخد الجذر. اهم نقطه لازم تبقى عارفها ان احنا لا نجرؤ نجيب كثافه الفيض غير فين؟ عند المركز بس. طول ما في ملف في الموضوع يا ولاد ما ينفعش نجيب غير فين؟ عند المركز بس. طيب الجزء اللي بعده بدأ بقى يدي لك اوضاع مختلفه لمين؟ للملفات، وده يعني اسمه زي تدريب. فبص يا سيدي، يعني مثلا في الملفين الاولانيين اللي قدامك دول مثلا، يعني بيقول لك لو انا قلت ان الملفين دول مثلا المركز نقطه تعادل، طبعا نقطه التعادل لا غبار عليها في ان انت لازم تكون واقع في منطقه طرح برضه، ولازم بي 1 تساوي بي 2. ده موضوع منتهي. فلو انا قلت لك في السؤال اللي قدامي ده ان المركز ده نقطه تعادل، ساعتها لازم بي 1 تساوي 2. طب لو قال لك مثلا انا عايز اجيب البي توتال عند المركز هنا، حضرتك اللي بيشتغل في كل الحاجات اللي زي دي هو امبير. بتطلع ايدك اليمين للسلك وطارك طالع لفوق، يبقى على يمينك اكسات، يبقى هنا في اكس بتاعت السلك. وفي نفس الوقت الملف ده بقى على حسب، يا اما التيار بيلف كده فيبقى للداخل، يا اما التيار يبقى بيلف العكس فللخارج. فانا كاتب لك في النص هنا موجب او سالب بناء على اي اساس؟ ان لو مجال السلك ومجال الملف زي بعض هنجمع، طب لو عكس بعض هنطرح. نيجي للثالثه، دول اسمهم ملفين متعامدين واكيد العلاقه تبقى جذر على طول، وده احنا خدناها قبل كده. طب لو انا عايز اخلي مثلا على سبيل المثال سلك وملف يبقوا نقطه تعادل، يبقى لازم بي سلك تساوي بي ملف. دي حالات يا جماعه بس عشان تبقوا فاهمين. طب لو انا اديتك ان السلك ممثل الحلقه زي ما انت شايف، ساعتها دي هي الار. يعني ايه دي هي الار؟ البعد العمودي من اول النقطه لحد السلك هو نص القطر. فساعتها انت لو انت عندك وهتجيب نقطه تعادل، ساعتها تلاقي ان دي راحت مع مين؟ مع الار. طب لو انا عندي اكتر من حاجه، بصوا يا جماعه، سواء ده او ده او ده، دي كلها حاجات بتشتغل بامبير. بس في نقطه هنا يا مستر، هو انت ليه لما جاب لي سؤال زي اللي قدامي ده مثلا انت خدت لي الجذر؟ عشان لو خدت بالك هنا الملفين محطوطين جنب بعض، فالمجال اللي قدامك ده اللي هو بتاع السلك اللي قدامك ده او الملف اللي قدامك ده والملف الثاني، الاثنين هيبقوا متعامدين. ليه؟ لان فعلا مجالهم هيبقى متعامد، فلما يكونوا متعامدين ناخد الجذر زي ما انت شايف. طيب السؤال ده كان موجود في استرشادي السنه اللي فاتت، وبيقول لك لو الملف اللولبي اتضغط بتحول الى دايره، ولو لفات الدايره تبعادها بتتحول الى لولبي. لو قال لك في السؤال لفات متماسه، ساعتها ال بتساوي 2 ار ان.
لا معلش يا مستر بقى فهمني. بص يا حبيبي، ال لما تساوي 2 ار ان ده معناته ايه ودول اصلا ايه؟ بص يا سيدي، ال هي طول الملف مش طول السلك، معايا كده؟ الار هي نص قطر السلك، الان عدد اللفات. منين الكلام ده؟ اقول لك يا حلو، تعال افكرك بحاجه بسيطه. لو مثلا انا عايز اعمل لفات متماسه، اعملها ازاي؟ انا هعتبر ان دي مثلا على سبيل المثال دي لفه، حلو، ورحت لازق اللفه التانيه كمان جنبها كده يعني، ورحت لازق اللفه التالته كمان جنبها كده يعني. كده انا بعمل ايه؟ انا عامل اللفات كلها لازقه ببعضها، وعشان اللفات كلها لازقه ببعضها في الحاله دي انا بقوم قايل الحته دي بكام والحته دي بكام والحته دي كمان بكام. الواحده من دول يا جماعه هي عرض السلك، وعرض السلك بالنسبه لي هو عباره عن 2 ار. تمام كده؟ يبقى 2 ار و2 ار و2 ار، عشان كده ضربتها في مين؟ في ان زي ما انت شفتني هنا كده. يبقى لما يكون اللفات متماسه بقول له ان طول هذا الملف بالكامل هيبقى عباره عن الواحده من دول في عددهم كلهم اللي هو مين؟ الان زي ما انت شايف. طيب تخليني بالك بقى كمان من الفكره بتاعت ان لو انا جبت لك ملفين مقلوبين بالمنظر ده، ملفين اللي قدامك دول في الحاله الاولانيه دي دول طيارهم بيلفوا مع بعضه، فاكيد هيبقى هنا جمع، بس خلي بالك ان ده عدد لفاته نص وده كمان عدد لفاته نص، بس ده نص قطره ار والتاني نص قطره 2 ار. اما الاثنين التانيين دول لو انا عملت لك كده فواحد داخل والتاني خارج، فهنا هتبقى منطقه طرح على طول، عشان كده انا عملت هنا جمع وعملت هنا ايه؟ لو هنا جمع هنا في ايه؟ طرح على طول. طيب لازم تخلي بالك من معلومه ثانيه كمان يا جماعه، ان انا ممكن اجيب لك سؤال اقول لك حاجه اسمها عدد اللفات في وحده الاطوال، اللي هي بالنسبه لي ان على ال كنت بشيلها احط مكانها مين؟ ان بس، لان الصوره دي اسمها ايه؟ عدد اللفات في وحده الاطوال. طيب هنا بيقول لك لو الملفين مع بعض في نفس الاتجاه ممكن يبقوا جمع او طرح على حسب ما انت شغال. لو انا جايب ملف وجايب ملف دائري حاطه جواه مثلا برضه ممكن يبقى معاه او عكسه. لو انا حطيت ملف كده وطياره مع بعض يبقى نجمع بيه دائري وبيه ملف على حسب كل واحد وقانونه. لو عملت الطيار العكس يبقى كل واحد هيبقى ايه بقانونه برضه، يبقى ساعتها ايه؟ طرح. طيب لو انا دلوقتي جبت لك ملف لولبي وسلك وحطيت لك سلك في اي مكان هنا، غالبا السلك لو اتحط هنا مثلا على سبيل المثال كده يعني، فالسلك لو انا حطيته كده فمجاله فوق داخل تحت خارج. طب الملف بتاعي طياره طالع لفوق فهتلاقي مجاله كده، يعني هنا هتلاقي في مجال خارج ومجال كده، فدول متعامدين، فساعتها بناخد مين؟ الجذر زي ما انت شايف. طيب طبعا كالعاده انت لو عايز تجيب زي ده برضو نفس فكره السلك والملف، وطبعا المتحكم الاول والاخير هو مين؟ هو امبير لليد اليمنى، هو اللي بيحل كل الحاجات اللي قدامك دي. طيب نيجي بس للمعلومه اللي يعني هتبقى فيها شويه كلام، وهي مين؟ اللي انا حذرت عليها وقلت ان هي هتيجي 2026، هي اعاده تشكيل الملف. دي معلومه في غايه الاهميه، وبقول لك ان السؤال ده هيجي لك السنه دي. البي بتساوي اي في ان تربيع على ار تربيع. لو انا قلت لك تم اعاده تشكيل سلك بحيث يظل الاي او يتم توصيله بنفس التيار، بص لازم تبقى عارف معلومه بقى اللي هي ان لو انا قلت لك تم اعاده التشكيل فساعتها في الحالات اللي زي دي لو الان زادت بنسبه نص القطر بتاعك يقل بنفس النسبه. يعني لو عدد اللفات زادت الى 3 امثال نص القطر اوتوماتيك يقل لكام؟ للثلث. المعلومه دي يا جماعه في غايه الاهميه، مش هنتكلم عليها كتير تاني، بس المعلومه دي احنا حذرنا عليها في الحصص العاديه بتاعتنا وقلنا ان الحاجات دي مهمه قوي. طيب الفكره اللي بعدها بيقول لك ايه؟ اذا تم قص ملف لولبي من المنتصف مع توصيل ما تبقى منه بنفس المصدر. بصوا يا جماعه، هو في العادي البي هتساوي ميو في ان على اي. انا هنصحك نصيحه، السؤال بتاع تم قص الملف ده انت غالبا بتبقى داخل السؤال معاك حاجتين ثابتين، الميو والان. لو قال لك تم توصيله بنفس التيار يبقى التيار كمان ثابت. طب تم توصيله بنفس المصدر، اقول لك بقى المفروض ان انا مثلا هفترض فرضيه بسيطه ان انا قصيت من النص، فلما قصيت من النص اكيد عدد اللفات قلل النص، وطول الملف كمان قلل النص، وطول السلك كمان قلل النص، والمقاومه كمان قلت للنص، فاوتوماتيك التيار
يزيد للضعف. حلو كده الكلام ده يا بابا؟ حلو الكلام. يبقى لو انا قلت لك تم قص الملف، عدد اللفات بتقل، الطول بتاع الملف بيقل، الطول بتاع السلك بيقل، الار بتقل، التيار بيزيد. اكتب قانونك، ساعتها انت ما عندكش غير التيار اللي بيتغير. فساعتها في الحالات دي لو انا قلت لك مثلا تم قص اللفات وتم توصيله بنفس التيار اهو، قال لك تظل ثابته. يبقى الاولانيه زادت عشان التيار زاد، الثانيه تظل ثابته عشان التيار ظل كما هو. متى يمر التيار في ملف ولا يتمغنط؟ قال لك لو يعني ايه لا يتمغنط دي؟ يعني متى يتولد او متى لا يتولد مجال مغناطيسي داخل الملف. ساعتها يا جماعه لو لفينا الملف ماله لف مزدوج. يعني ايه لف مزدوج؟ يعني انت خدت السلك لفيته كده ورجعت تاني لفيته نفس اللفه، يعني نفس السلك. هنفترض ان انا جبت كده الملف بتاعي ورحت جايب يا اولاد على سبيل المثال السلك بتاعي ورحت لفه كده اهو 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 اهو، لسه معايا حته سلك باقيه رحت جاي عامله كده، واخد بالك انت يا بابا؟ كده كده، ورجعت تاني زي ما جيت. العقل والمنطق بيقول لك دلوقتي ايه؟ ان الطريق الاولاني لو كان رايح كده الطريق التاني بقى عكسه، فالمجال بتاع الاولاني لو رايح كده فالمجال التاني بقى رايح كده، فالاثنين يلاشوا بعض، فساعتها المجال كله يساوي كام؟ يساوي صفر، يبقى لا يتمغنط بسبب كده. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها القوه المغناطيسيه، ودي حاجتين. قوه اسمها القوه العاديه بتاعت اي قوه بتاعت اي سلك، وساعتها البي اف بتساوي بي اي ال ساين الثيتا، تمام؟ يا اما حاجه اسمها القوه المتبادله بين السلكين. فلو انا خدت بالي دلوقتي ورحت قايل لك مثلا السلك اللي قدامي ده محطوط داخل مجال، عشان السلك بتاعي يتحرك لازم لك شرط اساسي. اول حاجه تجيب سلك بيمر فيه تيار، تاني حاجه تعمل لي مجال للداخل او للخارج. ساعتها السلك ممكن يتحرك، ساعتها يتحرك منين؟ يتحرك من المنطقه الاعلى في الكثافه المنطقه الاقل في الكثافه. يعني مثلا على سبيل المثال هنفترض مثلا ان انا هجيب مجال السلك بتاعي، فمجال السلك بتاعي طالع لفوق، فعلى يميني اكسات، على شمالي هيبقى في نقط، بقت دي منطقه جمع ودي منطقه طرح. ساعتها السلك بتاعك ينتقل من المنطقه الاعلى الى المنطقه الايه؟ الاقل. ده بالنسبه للمقدار. طب انا عايز اعرف، او بالنسبه للاتجاه، المقدار جبناه، الاتجاه بقى في قاعده اسمها قاعده فليمنج لليد اليسرى. وتخلي لك بالك من نقطه مهمه قوي يا جماعه، فليمنج لليد اليسرى دي بتحدد اتجاه القوه المغناطيسيه. وعشان تحدد اتجاه القوه انت لازم تشتغل بالثلاث صوابع اللي قدامك دول، ده كان حركه، ده كان مجال، ده كان تيار. يعني على سبيل المثال اديني مثال يا مستر عشان افهم. ده سلك بيمر فيه تيار محطوط في مجال مغناطيسي الى داخل الصفحه، فساعتها هم قايل له بدايه الشمال المجال للداخل، التيار بتاعي طالع لفوق، اذا الحركه رايحه فين؟ يسارا. وده نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه فوق من شويه. يبقى هنا بنشتغل بفيلمنج لليد الايه؟ اليسرى. طب لو بصينا الناحيه الثانيه كده على السؤال اللي قدامي ده، لو انا حبيت اعرف السلك ده رايح فين، المجال بتاعي رايح هناك والتيار بتاعي طالع فوق، اذا كان السلك يتحرك الى فين؟ الى داخل الصفحه. فبالنسبه لي هنا السلك رايح لفين؟ لداخل الصفحه، يبقى هنا كان رايح لمين؟ للداخل. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ عندك مثال في بدل السلك 3 اسلاك، وطبعا هو هنا كان بيطبق لك بس الاول حته مين؟ ازاي تشتغل فيلم اليد اليسرى. يعني مثلا في الحته دي عايز اشتغل فيلم اليد اليسرى، المجال للداخل، التيار كده، يبقى الحركه كانت فين؟ لاعلى، يبقى الحركه هنا كانت رايحه لاعلى كده. طب انا عايز اجيب اللي تحته، طبعا هنا السيت هنا ب 180 درجه. يعني ايه؟ يعني الملف او السلك محطوط موازي، وطالما السلك موازي تبعا ان السيتا ساعتها هتساوي صفر او 180، ساعتها الاف على طول هتساوي كام يا اولاد؟ هتساوي صفر طبعا، لان ساعتها لا يتاثر بقوه. بعد كده كان عندك حاجه اسمها القوه المتبادله بين السلكين، وده سؤال جاي لك السنه دي بنسبه 100%. يبقى نعلم على السؤال ده كده ونبقى عارفين ان المعلومه دي في غايه الاهميه. الحته بتاعت ايه بقى؟ ان انا هجيب لك سلكين واقول لك هات لي القوه التي يؤثر بها السلك الاولاني على السلك الثاني. لازم تحط في بالك حاجتين، السلكين لو في تيارهم في نفس الاتجاه تنشا بينهم قوه تجاذب، لو عكس بعض تنشا بينهم قوه تنافر. الاهم من ده كله بقى يا سيدي انك لازم تبقى عارف ان القوه اللي بيأثر بها السلك الاول على السلك الثاني بيساوي القوه التي يؤثر بها السلك الثاني على مين؟ على السلك الاول، حتى لو تغير شده التيار. القانون بتاعك ان الاف بتساوي المتبادله طبعا ميو اي 1 اي 2 في ال على 2 باي دي. ماشي، هو كاتب لي هنا القانون اهو، لو خدنا بالنا هنلاقي ان القانون بتاعنا واضح جدا اهو، ان البي بتساوي ميو في اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي. ويعني لو انت جالك اكتر من سلك، نصيحه، القانون ده حلال عقد. اللي هو بقى مين يا مستر؟ اللي هو ان الاف اصلا
بتساوي بي في اي في ال في ساين الثيتا. وغالبا الثيتا في الحاله دي بتكون كام يا اولاد؟ غالبا بتكون 90 درجه يعني. وفي الوقت الحالي انت هتقوم قايل بي اف بتساوي بي اي ال ساين الثيتا، وبناء عليه البي دي بقى مين؟ بص، لو انا معايا اداه سلك الثاني الثالث، ورحت انا مثلا عامل لك تياراتك كده، ده تيار، ده تيار، ده تيار، وقلت لك ده سلك واحد، ده سلك اتنين، ده سلك تلاته، وعايزك تجيب لي القوه التي يؤثر بها السلكين على السلك رقم 2. تفتكر تعمل ايه؟ انا قدامي سكتين. السكه الاولانيه، وده موجود في كل نماذج الاسترشادي، ان انا اقول له انا عايز اجيب القوه المتبادله بين السلك 2 و3 مثلا، وهجيب القوه المتبادله بين السلك 1 و2، وده منين؟ من القانون الحلو اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه اللي هو ده. فانت جبت القوه بين دول لقيتها قوه تجاذب، فالاثنين بيتجاذبوا، وجبت القوه المتبادله بين السلكين التانيين لقيتها قوه تجاذب برضه. كده السلك اللي في النص بيتاثر بقوتين، دي واحده ودي الثانيه، هل الاثنين مع بعض؟ لا. طب لو الاثنين مع بعض هجمع القوتين، طب لو الاثنين عكس بعض اطرح القوتين، وساعتها المحصله هتكون مع مين؟ مع الكبير كالعاده. بيقول لك هناك طريقه اخرى لتحديد اتجاه القوى المغناطيسيه، وهي ان السلك يتحرك من منطقه الجمع الى منطقه الايه؟ الطرح، ودي احنا قلناها من شويه اللي هي من المنطقه الاعلى الى منطقه الايه؟ من المنطقه الاعلى الى المنطقه الاقل. طيب الفكره اللي بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ لو قال لك سلك متزن، سلك معلق في الهواء، اي حاجه من الحاجات اللي زي دي يا اولاد، بيقول لك هنا لو قال لك متزن او معلق ساعتها الاف بتساوي بي اي ال. لو السلك عشان يتعلق في الهواء لازم تساوي الوزن بتاعه بالقوه المغناطيسيه عشان يظل متزن في الهواء. طب لو قال لك انا معايا سلكين زي دول كده، وده كان موجود في كتاب الامتحان السنه دي وحنا عليه كذا سؤال، اجيب لك سلكين زي دول. بصوا يا جماعه، السلك ده اللي هو بقى ده بيكون مثبت في الارض، فهو كده كده ثابت. لكن السلك التاني اللي فوق اللي طاير اللي اسمه واحد ده طاير، وعشان هو طاير ممكن يقع، يبقى بيتاثر بوزنه. يبقى لازم عشان يظل هذا السلك متزنا في الهواء لازم القوه المتبادله بين السلكين تساوي قوه الوزن بتاعت معاليك. تمام كده؟ طيب نيجي بقى يا سيدي لحاجه اسمها عزم الازدواج. عزم الازدواج كان قانونه الاساسي ان التاو زي ما انت شايف، التاو بتساوي مين؟ التاو ان هو بتساوي بيان ساين الثيتا. نيجي بقى لمعلومه مهمه، هو التاو ده يا مستر قلت لي بيساوي بيان ساين الثيتا. ايه بقى الفرق بين الثيتا دي؟ ايه بقى الفرق بين الثيتا دي والثيتا القديمه؟ الثيتا القديمه يا بيه كانت الزاويه بين الملف والمجال، الثيتا اللي كانت موجوده في القوه بين السلك والمجال. نيجي لاول ثيتا في المنهج ورخمه شويه، وهي الزاويه بين العمود على الملف والمجال. يبقى انت عشان تشتغل بعزم الازدواج لازم تلاقي في الكلام العمود على الملف والمجال. الراجل قال لك الزاويه بين العمود على الملف والمجال ب 30، تحطها 30. طب قال لك الزاويه بين الملف والمجال ب 30، تطرح من 90 على طول عشان انت عايز الزاويه الثانيه. فهنا كاتب لك ان التاو بتساوي بيان ساين الثيتا، وكاتب لك هنا ان الزاويه اسمها ايه؟ الزاويه بين العمودي على الملف والمجال اللي هي الزاويه اللي هناك دي. تمام كده؟ وفي حاجه اسمها عزم ثنائي القطب، ده بيساوي تاو على بي ساين الثيتا، ده لو هو في حاله طبعا اللي هو موازي، او اي في اف ان، والقانون الاهم بالنسبه لي هو اي في اف ان. طيب ده بالنسبه لي للقوانين بتاعه عزم الازدواج. نيجي بقى للاجهزه يا استاذ، والاجهزه بتاعتك 4. اول جهاز اسمه الجلفانوميتر، والاجهزه بتاعتك بتيجي في الامتحان بشكل نمطي قوي، مش صعبه قوي ولا في اي حاجه، الفكره كلها بس في ترتيب افكارك. تبقى داخل الامتحان كده كده انت معاك كتاب المفاهيم، يبقى في كل القوانين، تبقى انت بس عارف ان ده جهاز ايه، بنحول الجهاز ده لازاي ده لازاي وهكذا. طيب خلينا بس نتفق ان انت عندك شويه حاجات نظريه مهمه قوي، اللي هي ان انت الجلفانوميتر كان جهاز شغلته بيقيس التيارات الضعيفه والضعيفه جدا. تمام كده؟ بس اهم حاجه بيقيس التيارات مين؟ بيقيس التيارات المستمره بس. حلو كده؟ التيارات المستمره بتاعت حضرتك دي اللي هي ايه؟ التيارات اللي هي ثابته الشده وثابته الاتجاه. لكن لو انا جالي تيار متردد عمره ما يقدر يقيسه. الجهاز ده كان فكرته عزم الازدواج، كان عنده شويه تركيب مهم جدا، اللي هم كان ايه؟ اقول لك سريعا كده كل حاجه. اول حاجه كان عباره عن سلك طويل ورفيع معزول ملفوف على اطار مستطيل مصنوع من ماده الالومنيوم، وماده الالومنيوم دي كنا بنجيبها عشان هي خفيفه الوزن وغير قابله للتمامط. كنا بنحط بقى في النص بتاع الاسطوانه دي اسطوانه من الحديد المطور. الحديد المطور شغلته في اي حته في المنهج، اي حته في المنهج شغلته ايه؟ شغلته تنظيم وترتيب خطوط الفيل داخل الحيز اللي بيدور في الملف. طيب
بعد كده عرفنا ان هو بيحط حواف من العقيق عشان العقيق ده كان غير قابل للتآكل، غير قابل للاحتكاك، يعمل على ارتكاز الملف ارتكازا صحيحا. طيب بعد كده كان عندك حاجات مهمه جدا وهي الملفات الزنبركيه. بص يا سيدي، الملفات الزنبركيه كانت قايمه بثلاث وظائف. اول وظيفه هي موصلاتي ومفرملاتي ومرجعاتي، والكلام ده احنا قلناه قبل كده كتير قوي. طيب بيعمل الكلام ده ازاي؟ بيوصل التيار من احد طرفيه وخروجه من الطرف الاخر لما عزم الازدواج بيتساوى مع عزم اللي زي ما انا قلت لك كده بيستقر المؤشر عند القراءه المحدده له. يعني لما اجي اسالك سؤال زي السؤال اللي هو كان موجود في النماذج الاسترشاديه، هو انا لما اروح امرر تيار في الجلفانوميتر، في الاول بينشا عزم يسمى عزم الازدواج، وبينشا بعد شويه تاني عزم يسمى عزم اللي. اللي بينشا الاول زي ما قلنا عزم الازدواج، واللي بينشا بعد شويه عزم اللي. اللي اهم من ده كله بقى انك انت في لحظه معينه الاثنين بيساووا بعض. امتى؟ لحظه استقرار المؤشر. طب لو قلت لك قبل استقرار المؤشر عزم الازدواج اكبر من عزم اللي. طب لو قلت لك اثناء استقرار المؤشر عزم الازدواج بيساوي عزم اللي. طب اثناء انقطاع التيار عزم اللي اكبر من عزم الازدواج، بس خد بالك عزم اللي هيقل لحد ما يساوي الصفر هو كمان، لان ساعتها هينعدم ورود تيار فعزم الازدواج بقى بصفر وعزم اللي يبقى بصفر. بس المعلومه اللي لازم تعرفها ان دايما في الجلفانوميتر عزم الازدواج دائما قيمه عظمى. ليه بقى؟ بسبب تكرر الاقطاب اللي كانت محطوطه. احنا كنا بنجيب اقطاب مقارنه القطبين عشان شويه حاجات. اولا جعل خطوط الفيض عباره عن انصاف اقطار. رقم اتنين لازم يخلي دايما التاو يتناسب تناسب طردي مع الاي يتناسب تناسب طردي مع الثيتا، يعني عزم الازدواج. عشان كده يا جماعه التدريج ده كان تدريج منتظم، وبناء عليه طالما تدريجه منتظم يبقى التاو يتناسب مع الاي مع الثيتا على عكس الاميتر الحراري. الاميتر الحراري ساعتها هناك الثيتا تتناسب مع مربع شده التيار تتناسب مع الباور. تمام كده؟ الجهاز بتاعنا جهاز حساس ما يقدرش يقيس التيارات المتردده، لان لو خد تيار متردد شديد مش هينحرف اصلا. لو خد تيار متردد ضعيف ينحرف يمينا ويسارا ويتذبذب حول صفر التدريج ولا يستقر عند قراءه معينه. كان عندك قانونين للحساسيه او قانونين للجلفانوميتر. قانون اسمه حساسيه القسم الواحد وهو بيساوي عدد الاقسام في دلاله القسم الواحد، او اللي هو الاي جي اللي هو اقصى تيار يعني. وحساسيه الجذب بيساوي مين؟ سيتا على اي. الاهم من ده كله ان السيتا والاي الحساسيه ما بتوقفش عليهم. الحساسيه بتوقف على الاي عند ثبوت السيتا، والحساسيه بتوقف على السيتا عند ثبوت الاي. بيقول لك هنا مراحل تحرك مؤشر الجلفانوميتر. زي ما قلت لك لحظه التوصيل بيكون عزم الازدواج قيمه عظمى وعزم اللي صفر. ما قبل الاتزان عزم الازدواج ثابت وعزم اللي يزداد حتى يتساوى معاه. لحظه الاتزان الاثنين منهم بيساوي صفر، فمحصله العزوم بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طيب نيجي للجزء اللي بعده وهو مين؟ الاميتر. الاميتر بتاعك عشان الجهاز بتاعك كان اسمه جلفانوميتر. لما نركب معاه مقاومه صغيره على التوازي اسمها ار اس، ساعتها الار اس بتقلل المقاومه. فلما الار اس بتقل، بص كده دي اهم جزء في الار اس. طبعا القوانين بتاعتك امرها سهل، ده قانون الحساسيه. لو جالك سؤال على الحساسيه هنحل بيه وهيقابلنا كتير واحنا شغالين، ما تقلقش. وده لو جالك سؤال انت عايز تجيب فيه الار داش، الار داش دي اللي هي الاميتر كلها اللي هي عباره عن حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. وبالنسبه لي الار اس اللي هي كانت عباره عن اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي. وده القانون بتاع الحساسيه لو انت ما حبيتش، يعني لو كان ار اس او ار اس بتساوي، ممكن نكتبه بطريقه ثانيه عشان لو انت مش واخد بالك من ده قوي. هو هنا ممكن نكتبه كده ان ار اس كانت بتساوي ار جي على مقلوب الحساسيه، بس لما نشيل منها ايه؟ لما نشيل منها واحد. تمام كده؟ الار اس لما تقل حساسيه تقل، الدقه والمدى يزيدوا. الميل في الرسمه اللي قدامك دي طبعا ده الميل، انا بس تعليقا على الميل ده عشان السؤال ده جه في النماذج الاسترشاديه، فخلينا ندي لك معلومه. بس ساعتها انت قلت ان الار اس كانت بتساوي اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي. مظبوط كده؟ لو انا كنت حبيت اجيب الاي في طرف لوحدها كانت تبقى شكلها ايه؟ تعال اقول لك. الاي ساعتها هتساوي، انت هتطلع دول مكان دول وتنزل دول مكانهم، بقت عباره عن اي جي في ار جي على ار اس زائد اي جي. ده بقى اللي احنا رسمنا منه العلاقه البيانيه اللي قدامنا دي. الجزء المقطوع من وحده الصادات هيبقى عباره عن اي جي فشطبنا عليه، التيار على الصادات فشطبنا عليه، اللي على السينات ده واحد على ار اس فشطبنا عليها، فكده المين يبقى عباره عن اي جي في ار جي اللي هي بالنسبه لي مين؟ في جي زي ما انت شايفها قدامك كده. اللي مشي على الاميتر يمشي يا مستر على الفولتميتر. الفولتميتر نفس الكلام، بس بدل ما كنا بنوصل المقاومه الصغيره على التوازي هنوصل مقاومه كبيره على التوالي اسمها مضاعفه الجهد. فكل ما الار ام تزيد
كل ما الار ام تزيد دي ار ام تزيد، دي المفروض يبقى اسمها ار ام، عفوا دي اسمها ار ام، خلينا نكتب لك الناحيه الثانيه هنا عشان تبقى واخد بالك معايا. هنا الار ام لازم تزيد عشان ار الفولتميتر كمان تزيد، عشان بعد ما ار الفولتميتر تزيد الجهاز يستطيع قياس فرق جهد كبير، ساعتها الحساسيه بتاعتك تقل، الحساسيه هتقل والمدى والدقه هتزيد. خلاص كده ماشي. وطبعا عندك القوانين بتاعتك، وهتلاقي فيه هنا الرسمه البيانيه بتاعتك برضو نفس الكلام، والقانون ده بتاعها جه منين؟ جه من القانون بتاعنا العادي. جه منين؟ اقول لك. المفروض ان انت كنت قايل لي ان الفي عموما عباره عن الفي جي زائد في ام. منين الكلام ده؟ من هنا اهو، من هنا اهو، في بتساوي في جي زائد في ام. طيب لو فكينا يعني الفي هتساوي في جي زائد اي جي في ار ام. طيب ادى الفي شطبنا عليها، ادى الفي جي اللي هو الجزء الموضوع من محور الصادات، ادى الار ام، وبالتالي الميل هيبقى عباره عن مين؟ عن اي جي. نيجي لاخر الجهاز وهو الاوميتر، والاوميتر جهاز بيتركب من 4 حاجات اساسيين: بطاريه، حاجه اسمها ار جي ودي مقاومه الجلفانوميتر، ار سي دي مقاومه ثابته، ار في دي مقاومه متغيره، والمقاومه المتغيره هي اللي بتتحكم في كل حاجه. الاي بتاعتي كانت بتساوي في بي على ار الجهاز، وخلي بالك من نقطه بقى، الاي بتساوي في بي على ار الجهاز بس في منطقه معينه، اللي هي امتى بقى؟ وانت لسه بتعاير، عشان كده كنا بنسمي دي اي جي. طب انا بقى يا مستر على سبيل المثال لو عايرت تقوم حاطط بعدها كده اهو ان الاي هتساوي في بي على ار زائد ار اكس. لو انت عايرت المقاومه اللي اسمها ار سي وار في كان اسمها مقاومه ايه؟ عياريه، يبقى دي اسمها المقاومه العياريه. طيب تخلي لي بالك بس من نقطه اخيره، عشان طبعا الحاجات دي كلها عشان تشتغل عليها انا بديلك بس المين ايتمز بتاعتك عشان خاطر يبقى معاك كل حاجه، يبقى بتراجع كل حاجه. انما لما هتجيلي ان شاء الله بكره باذن الله كل الكلام ده هيبقى قدامك متفصص وبنتكلم فيه في كل تفاصيله باذن الله. طيب انا لو جالي سؤال على التدريج، اهم حاجه في موضوع التدريج ده يا استاذ حاجه مهمه قوي، ان انت مثلا لو عندك تدريج زي ده كده، انا بديك تدريجين، التدريج للطريق ده بيبقى اكيد بيكون تدريج منتظم، وتدريج تاني عكسه بيكون تدريج غير منتظم، هو تدريج الاوميتر اللي هو تدريج المقاومه يعني. فلو حاطط لك هنا اي جي فتاكد ان ساعتها احنا حطينا مقاومه خارجيه قيمتها بصفر، يبقى هنا الصفر بتاع التيار، يبقى هنا الار بما لا نهايه. حلو كده. اهم حاجه لما ادي لك شرط تقوم انت قايل لي ده صفر التيار، يبقى ده اول شرطه، تاني شرطه، تالت شرطه، رابع شرطه. لو ده صفر يبقى ده اول شرطه من اصل الاربعه، ده تاني شرطه من اصل الاربعه يبقى نص، ده 3 على 4، وده التدريج كله، لان الكلام ده هيساعدك في التدريج. يساعدني في ايه بقى؟ لو انا حبيت اجيب في اي وقت ار اكس، ساعتها هتساوي ار الجهاز في مقلوب التدريج، بس لما نشيل برضو كام؟ لما نشيل منه واحد. طبعا الكلام ده هنشوفه حالا واحنا بنحل مع بعض ان شاء الله. جهز نفسك يلا يا بيه عشان نبدا نحل ايه، نطبق شويه سريعا كده على اللي احنا قلناه ده، ويا رب يكون ربنا رزقكم الفهم يعني. يلا يا سيدي يبقى نتوكل على الله كده ونبدا نحل على الفصل الثاني. شويه اسئله بس عشان ايه يبقى انت ايدك مشت في كل حاجه قبل ما تجيلي الايه الحصه بتاعتنا بتاعت بكره ان شاء الله. بص يا سيدي، اول سؤال هنا بيقول لك سلك مستقيم يمر به تيار كهربي شدته اي كما بالشكل، فاذا كانت النسبه بين كثافه الفيض المغناطيسي عند النقطه A اللي هو عند النقطه دي يعني الى كثافه الفيض عند النقطه B 3 على 4 اللي هو ده يعني. طبعا احنا عارفين ان لسه قايلين ان المجال المغناطيسي اللي بيأثر على السلك عنده قانون، والقانون ده مفيش جدال ولا نقاش عليه، ان البي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي. تمام كده. فساعتها البي قلنا تتناسب تناسب عكسي مع الدي، فلو انا حبيت يعني اكتب قانون فهكتب له كده ان البي بتاعت A على البي بتاعت B هي عباره عن دي بتاعت B على دي بتاعت A. هو الراجل مديلك كثافه الفيض عند A الى كثافه الفيض عند B 3 على 4، وانا عايزك تجيب لي دي A الى دي B، اذا الاجابه 4 على 3 اللي هي العلاقه علاقه ايه؟ عكسيه. السؤال الثاني بيقول لي يوضح الشكل سلكين او سلكا مستقيما طويلا يمص حلقه معدنيه زي ما انت شايف. طب احنا قلنا لما المصدر ده يجي لي انا بعمل ايه؟ ببقى عارف ان الدي
هي مين؟ هي الار. بيقول لي وكلاهما في مستوى الصفحه ويمر بكل منهما تيار له نفس الشده، يعني لو ده اي ده كمان نفس الاي. ماشي. بيقول لي فان اتجاه محصله المجال، احنا بنعرف المحصله بتاعت المجال منين؟ باستخدام قاعده امبير اليد اليمنى. فلو افترضنا ان ده رايح كده فمجاله للداخل، يبقى هنا يبقى في اكسات، وده كمان نازل لتحت كده فمجاله هو كمان اكسات، فكده المجال اجابته اكيد عموديه على مستوى الصفحه فين؟ الى الداخل، هي الاجابه رقم ا. طب تعالى نفترض شيء تاني، وده يعني مجازا، اللي هو ايه بقى؟ ان انا ممكن ما اجيبلكش السؤال كده، يعني اقول لك ايه؟ اقول لك ان السلك ده تياره بدل ما كان نازل لتحت بقى طالع لفوق. ساعتها هعمل ايه؟ كده بقى في المجال ده عامل اكسات والمجال ده عامل نقط. طب انا يا مستر هيبقى مين الكبير؟ ساعتها هتضطر تجيب لكل واحده المجال بتاعها. ده هتجيبها بقانونها اللي هو هيبقى عباره عن ميو بي بتساوي ميو، هنفترض ان دي حلقه يعني واحد، شده تيارك اي يعني واحد، يعني هنفترض ان دي ميو في اي على 2 ار. تمام كده؟ اللي هي الحته دي يعني. ده بي ملف. طب بي سلك بقى، بي هتساوي ميو بميو اي باي على 2 باي ار. المقام هنا يا جماعه زاد، هو كان هنا 2 ار بقى عباره عن 2 باي ار، فالمقام لما يزيد الكثافه تقل. ده معناته ان كثافه السلك اقل من كثافه مين؟ الملف، فساعتها هناخد اللي مع الملف يبقى ساعتها فين؟ للداخل. السؤال اللي بعده بيقول لك وضح الشكل حلقتين دائريتين لهما نفس المركز وفي نفس المستوى يمر بهم تياران متساويين، يعني لو ده تياره اي فده كمان تياره نفس الاي. طيب بس من الواضح كده طالما التيارين متساويين يبقى انا ممكن اقوم قايل له ان البي هي بتساوي ميو في ان في اي على 2 ار. فكده العلاقه بين البي والار عكسيه، يعني كل الحاجات دي ثوابت، قال لك حلقتين وان واي تمام. يعني اللي بره ده 2 ار واللي جوه ده ار، يبقى لو اللي جوه مطلع بي يبقى اللي بره يطلع، عفوا لو اللي جوه طلع 2 بي يبقى اللي بره يطلع كام؟ بي واحده بس. تمام كده؟ وبناء عليه هو بيقول لك الحاله الخارجيه طلعت بي يبقى الداخليه طلعت 2 بي. طيب الاثنين دلوقتي تيارهم واحد رايح عكس عقارب الساعه والتاني بيلف مع عقارب الساعه، يعني الاثنين مجالهم عكس بعض، فساعتها البي توتال طرحهم فالاجابه تبقى بي، لان احنا قلنا في واحده 2 بي وواحده بي زي ما انت شفت. السؤال اللي بعده بيقول لك سلكان مستقيمان متوازيان بينهما مسافه يمر كل منهما تيار كهربي وكانت القوى المتبادله. نكتب قانون القوى المتبادله، اف بتساوي ميو اي 1 اي 2 في ال على 2 باي دي. بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ احنا رفعنا تيار كل منهما للضعف، يعني ده 2 في 2 ب 4، وقللنا المسافه العموديه بينهما للنص، يعني بقى ده كام؟ عفوا للتلت، يبقى ده 4 على تلت، تطلع الاجابه ب 12. اذا الاجابه طالعه 12 اف. في الجلفانومتر الحساس يكون السبب الرئيسي في انتظام تدريجه، لسه قايل لك من شويه السبب الرئيسي اصلا في انتظام تدريجه هو تقعر الاقطاب. ده السبب. بيقول لك هيخلي السيتا، لسه قايل لك ان التاو تتناسب تناسب طردي مع السيتا تتناسب تناسب طردي مع التيار، يبقى الاجابه الطرديه مع شده التيار. عند زياده قيمه المقاومه بتاعه المجزئ، لو رجعت بس لقدام شويه كده احنا بنراجع، ار اس بتاعتك بتساوي ار اس، او الار اس بتاعتك لما بتقل الحساسيه بتقل. طب لو الار اس زادت الحساسيه بتزيد، فهنا بيقول لك عند زياده قيمه مجزئ التيار، فانا انت مش من مصلحتك خالص انك تقلل مين؟ الحساسيه، او بتزود عفوا المجزئ التيار، لان لما المقاومه تزيد المقاومه كلها تزيد فالتيار يقل، فالحساسيه كده تزيد ما تقلش. ليه بقى؟ لان الحساسيه ليه الحساسيه هتزيد؟ لان هو الجهاز شغلته انك تحط له مقاومه اقل شويه، فلما كل ما المقاومه تقل كل ما التيار يزيد كل ما الجهاز ما بقاش حساس اكتر، انما لما انت تزود المقاومه الحساسيه ترجع تاني مالها؟ تزيد تاني. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كانت النقطه بي نقطه تعادل، طالما بي نقطه تعادل لسه قايل لك سلكين دول تيارهم عكس بعض يبقى بره طرح، وهي لازم تكون موجوده في منطقه الطرح، يبقى لازم اي ده على مسافه ده بيساوي اي ده على مسافه ده، يبقى نقول له اي 1 على مسافته 2 بتساوي
اي 2 على مسافته 10. يبقى انت لو عايز تجيب اي 1 على اي 2 يبقى 2 على 10 يطلع كام؟ 1 على 5. ملف لولبي تم قص ربع عدد لفاته. ماشي. وتم اعاده ما تبقى لنفس طوله الاصلي وتوصيله بنفس المصدر. بص يا حاج، كده البي بتساوي ايه؟ البي بتساوي ميو في ان في اي على ال. ده القانون. وبيقول لك احنا قصينا ربع عدد لفاته، يعني كده الان بقت 3/4. ماشي. وتم اعاده ما تبقى لنفس طول الاصل، يعني كده الطول ثابت والميو ثابته وتوصيله بنفس المصدر. يبقى اللعب كله مع مين؟ مع التيار. كده انا اتبقى لي ان واي. انا معايا الان 3/4، محتاج بس اعرف الطريق اللي حصل له. كده انت لما قصيت ربع، كده عدد اللفات بقى 3/4. طول السلك نفسه بقى 3/4، مش طول الملف، وبناء عليه المقاومه بقت 3/4. فالتيار ب 4/3. فلما تحط التيار ب 4/3 والان ب 3/4 يلاشوا بعض، فالاجابه تظل 1/1. يعني في الحالتين الكثافه ما اتغيرتش. ملف دائري نص قطره كذا، يمر به تيار شدته كذا، عدد لفاته كذا، كثافه الفيض. ده تعويض مباشر. البي بتساوي ميو في ان في اي على 2 ار. تمام كده؟ اظن كل حاجه معانا، ومفيش حاجه كمان هتتحول غير الار، هتضربها في 10 اس سالب 2. الاجابه بتاعتك بالاله الحاسبه تطلع الاجابه رقم الف اللي هي 3.14 في 10 اس سالب 3. في المحرك الكهربي عندما يكون مستوى الملف عمودي، المحرك ده فكره عمله مين؟ عزم الازدواج. وعزم الازدواج عشان يبقى قيمه عظمى لازم الملف يبقى موازي. فبيقول لي هنا عندما يكون مستوى الملف عمودي عزم الازدواج ينعدم. يبقى الاجابه يا الف يا جيم. ولكن القوه الموسعه على الضلعين موازيين، ودي معلومه خطيره، خطيره فعلا. يا جماعه ده الملف بتاعنا وده المغناطيس بتاعنا. الضلعين دول ده وده، مهما دار الملف القوه الموسعه عليهم دايما بتظل قيمه عظمى. لان طول الوقت يا جماعه لو خدنا بالنا المجال هيروح من الان للاس، فالسلك دلوقتي محطوط عمودي، ولما يلف كمان هيفضل عمودي. فبالنسبه لي القوه بتساوي بي ال ساين الثيتا، والثيتا هنا الزاويه بين السلك والمجال، وبناء عليه تبقى الاجابه رقم الف هي الاجابه الصحيحه. سؤال حلو وسؤال جميل ومتوقع حاجه زيه في الامتحان. وميتر مقاومته كذا، يبقى ده ار جهاز. ماشي. بيقول لي وكان اقصى زاويه انحراف لمؤشر الجنفانيوس عند مرور تيار شدته كذا، يبقى ده اي جي. ده اي جي يساوي 80 زي ما انت شايف. بيقول لي احسب زاويه انحراف مؤشر الجلفانوميتر عند توصيل المقاومه الخارجيه مقدارها كذا، واحسب شده التيار المار في الجلفانوميتر الذي يتسبب في انحراف المؤشر بزاويه 60. طيب مبدئيا انا ال 200 عاملين 80، ال 200 عاملين 80. تفتكر ال 60 يعملوا كام؟ واضحه، 150. جبناها ازاي؟ ده في ده وده في ده، فجبناها. طب انا دلوقتي ممكن اشغل دماغي كمان في السؤال الثاني، بمعنى بص يا سيدي، الراجل بيقول لك احسب زاويه انحراف مؤشر الجمال عند توصيل مقاومه خارجيه مقدارها 450. نسال سؤال، المقاومه الاولانيه كانت بكام؟ ب 150. بما ان المقاومه الاولانيه كانت ب 150 والمقاومه الثانيه انت حاططها 450، يبقى ده معناته ان انت زودت المقاومه 4 امثالها. فلما المقاومه تزيد 4 امثالها التيار يقل للربع. ولو التيار قل للربع الزاويه بتاعتك كانت في الاول كانت بكام؟ ب 80. اوتوماتيك تبقى كام درجه؟ 20 درجه. السؤال اللي بعده بيقول لك سلكان مستقيمان معزولان عن بعضهما يمر كل منهما نفس شده التيار. موضوعان فوق بعضهما كما هو موضح بالشكل، بحيث يصنعان الاربعه مناطق زي ما انت شايف. اولا بايدينا اليمين التيار اللي فوق يبقى على يميني اكسات وعلى شمالي نقط. السلك الثاني هيبقى منظره كده، هيبقى تحت اكسات وفوق نقط. دي كده منطقه طرح، دي كده منطقه جمع، دي كده منطقه طرح، دي منطقه جمع. طلباتك بيقول لك اي المناطق تكون فيها شده المجال المغناطيسي الناشئ عن التيارين اكبر ما يمكن، يبقى جمع، يبقى يا هنا يا هنا، والى خارج الصفحه، يبقى الاجابه دبليو عشان هو للخارج. يوضح الشكل 3 موصلات يحمل كل منهما تيار شدته اي، ما اتجاه المجال المغناطيسي لكل الناتج عن التيار الكهربي بكل منهما عند ام. ايدك اليمين تيار السلك نازل، يبقى هنا اكسات هنا نقطه. السلك ده كمان بيلف كده، في هنا كمان نقطه زيه، والسلك ده كمان بيلف هنا كمان نقطه زيه، يبقى كلهم زي بعضهم. اذا الاجابه عمودي على مستوى الصفحه والى الخارج.
لف سلك طوله ال على شكل لفه دائريه واحده وامر به تيار كهربي فكانت كثافه الفيض عنده ب. وعند اعاده لفه مره اخرى على شكل 3 لفات، لسه قايلين لو عدد اللفات زاد بنسبه نص القطر يقل بنفس النسبه. البي قانونها ميو في ان